انتوا دلوقتي بتتفرجوا على بودكاست 30. هتشوفوا في الحلقة دي الراجل ده بيعرف يكتب سكتشات، ما تجيبوش يعمل فيلم كوميدي. انا لو حطيت ماجد الكدواني لوحده على الافيش مش هعمل حاجه. فمن هنا جه الخلل. لو انت عملت فيلم شخصياته كلها عبيطه انت بقيت في سبيس تون. ما بيروحش يربي شنبه، ما بيروحش بقى يلبس ويحط المسدس في جنبه. خارج عن انت معتبر الفيل الازرق ساينس فيكشن؟ وات ايفر. لا هو مش ساينس، هو ميتافيزيقا يعني صح مش اسمها كده ميتافيزيقا. اهلا بيكم يا جماعه في اول حلقه من بودكاست 30. الفكره بتاعت البودكاست ده جت ببساطه من ان احنا لما بنقعد على القهوه بنقعد نتكلم في اي موضوع في الدنيا، مسلسلات، افلام، مزيكا، كوره، واحنا تقريبا مجموعه الصحاب الوحيده اللي في الدنيا اللي اي موضوع بيتفتح بنبقى هنا كده، بنبقى في حد هنا وفي حد على الطرف الثاني تماما. فده بيبقى مثير للجدل جدا، وبيبقى فيه وجهات نظر عكس بعضها تماما بتتكلم. فحبينا يعني حسينا بعد شويه كده ان الموضوع اكبر من قعدتنا على القهوه، اللي هو عايزين ناخده كده للمرحله اللي بعدها، عايزين نتكلم مع ناس اكتر، عايزين ناس اكتر تشاركنا في المواضيع اللي بنتكلم فيها. انا اسمي عمرو المغلاوي، واللي موجودين معايا محمد الدالي ومحمد الباهي. احنا حتى يعني انا دلوقتي مش في مصر، انا في المانيا، فالموضوع مش بس على القهوه، احنا القهوه دي معانا في روحنا كده. فحتى لما سافرنا بره بقيت بكلمهم وجادلهم في حاجات، ففكرنا قلنا طب ما نعمل الموضوع بودكاست وكده. فأنا قدمتهم. فأول حلقة النهاردة احنا موضوعنا مستوحى من فكرة كانت جت كده في كلام بيننا والباهي، انه انا بقول له ان انا حاسس ان احنا في اخر 10 سنين مفيش مش حاسس ان في افلام كويسة في السينما المصرية. وهو قال لي لا، في افلام في كذا وكذا وكذا. ففتحنا جدال هنتكلم فيه في الحلقه، بس هسيب لهم دلوقتي ان هم الاول يتكلموا عن نفسهم ويرحبوا بيكم وكده قبل ما ندخل نتكلم في الموضوع. فاتفضلوا يا شباب. انا محمد الباهي. زنقت واخد بالك؟ لا خش بقى ماليش دعوه. انا محمد الباهي علشان هو ما عرفناش، ما قالش مين محمد الباهي ومين محمد الدالي. فده الباقي. فانا الباهي وهو الدالي. امي ومامتي ومامتي كانوا بيتلخبطوا فينا واحنا مش صغيرين. هو مش في صح لما يافطة كبرنا كده الموضوع هتظهر. في يافطه. في يافطه كده هتظهر. لا حضرتك محمد الباهي ده الانتاج على القد. الانتاج مفيش بادجت ليه؟ مش بادجت مفيش لللفه دي. يافطه. عموما يعني هي برضه زي ما هو قال ان الفكره هي جت لنا من الاساس اصلا، اللي احنا بنقعد على القهوه، وزي ما هو قال ما حدش فينا بيتفق على حاجه، ونادرا لما حد فينا بيقدر يقنع التاني بوجهه نظره. ممكن يقتنع بحاجات بس ما بيقتنعش بالموضوع كله على بعضه يعني. فقلنا بقى انا مش فاكر في حاجه احنا متفقين فيها اصلا، يعني يمكن احنا كلنا بنحب ابو تريكه مثلا، غير كده كله جدل. لا في جدل ماشي، ما هو مش لازم يكون الجدل اللي هو كلنا مختلفين من كل حاجه يعني. ممكن يبقى لو الحاجه 100% متفقين في 50 مثلا ومختلفين في 50 تانيين. فاحنا من الاخر بالظبط. قلنا نيجي نتكلم قدامكم، ممكن انتوا اللي تقنعونا اصلا بال50 التانيين دي، ويا احنا نقتنع يا انتوا تقتنعوا يا ما حدش يقتنع، ونفضل في اثار الجدل دايما يعني. بالظبط، ده حلو، ده يبقى حلو للحلقات اللي جايه، في محتوى على طول. اتكلم يا دالي. انا محمد الدالي، واحنا ببساطه جايين ننقل قعده القهوه يعني، عشان برضو ايه نلخص الموضوع. فاحنا هنحاول بقى في الحلقه دي وفي الحلقات اللي جايه، سواء اي توبيك هنفتحه او اي موضوع يعني هنفتحه، ان احنا ايه نتكلم عادي. احنا لا نقاد ولا ناس يعني دارسين اللي احنا بنقوله، احنا زينا زيكم على الله حكايتنا، هنتكلم وانتوا بقى ايه خدوا بايدنا يعني. قولوا لنا مثلا انتوا حابين نتكلم عن ايه، رايكم في اللي احنا اتكلمنا فيه، وسيروا معانا الجدل تحت في الكومنتات. احنا اصلا اختلفنا على اسم البودكاست ده، يبقى اسمه جدل ولا 30، بس احنا اخترنا 30 لاسباب نبقى نقولها بعدين. انا هنقول الاسباب. لا يا فنان، هنسيب ايه حلقه الاسئله والاجوبه اللي يبقى عندنا؟ طبعا يبقى عندنا 100,000 اعرفونا اكتر، 100,000 سبسكرايبر بقى، ونعمل احتفاليه الدرع وبتاع ونجاوب على الاسئله، ولا ايه؟ اوكي تمام. ولا الحلقه دي وهنقفل؟ حلو. لا ما نحرقش. طيب لا ان ماشي. شاء الله مش هنقفل. طيب استنى ما نجيب عمرو معانا في قول يا عمرو قول. ابدا بقى نخش عشان معاكم ما نطولش أصلاً؟ عليهم. لا ما انت معانا بصوتك. نخش. يلا بينا. انا من الاول ما كنتش معاكم بالصوره. لا يا عم هو انا بتكلم الواد ده فاهم. فهمت خلاص انا هتعب. يلا
بالمناسبة يا جماعة، الدالي هو اللي متولي مسؤولية الإخراج للبودكاست كله يعني، فعشان نديله كريدت من هنا. أنا مش عارف أنت هتحط في الآخر كريدتس وكده ولا هيبقى مفيش كريدتس بادجت هكتب برضه؟ فيها نفسي بس. ايه الكريدت ده؟ ما فيش حد عامل حاجة انتاج، تانية. اخراج، تصوير، مونتاج، صوت، المكان، إضاءة. كل حاجه. وتقديم. ماشي على الله حكايتي. وتقديم. وتقديم صح، عشان يبقى في اسم معايا، ما يبقاش بقى بعمل كل حاجه. ماشي. قول. احنا كنا الموضوع عاملين بتاع نوتس الحلقة تقريبا. هو قول. الموضوع بتاع الحلقة هو أنا ليه مش حاسس إن في أفلام في السينما المصرية في آخر فترة. أنا يمكن حددت الفترة دي لما كنت بكلم الباهي بآخر، يعني الوقت اللي كان أحمد حلمي عمل فيه 3-4 أفلام، 5 أفلام جامدين ورا بعض. كانت نهايتهم بإكس لارج. من بعد إكس لارج وأنا بحس إن السينما المصرية، أنا مش عايز أروح السينما، ما عادش فيه فيلم بيحس إن أنا عايز أروح. أنا بروح طبعا وبتفرج على الأفلام في السينما أو سواء لما بتنزل بعدها في أي حتة، بس مش بحس إن في أفلام حلوة. فكنت شايف إنه في الكيرف بتاع جودة الأفلام في مصر عمل كده، ومش ما حصلوش دب اللي هو ما نزلش في نقرة وطلع منها تاني. يعني ما عملش كده نزل فترة وطلع، لا ده هو من الفترة دي وهو عمال بينزل بينزل بينزل، ووصلنا لمرحلة وحشة جدا. مش عارف اقول السبب. انا شايف السبب في ده ايه الاول، ولا سيبك الاول تقول اللي انت كنت بتقوله لي وقتها انه لا انا شايف ان في افلام كذا وكذا، واسيب الدالي برضو يقول رايه في الموضوع. فاقول والله السبب انا اول، ولا سيبك الاول لا تتكلم قول في اللي انت سبب. شايفه؟ لا قول سببك. لا انا شايف انه السينما تحولت دلوقتي لان انت بتحاول تعمل لقطات ملحميه طول الوقت. عايز تعمل لقطات ملحميه طول الوقت. انت بتصمم الفيلم عشان في جمهور قاعد قدام الفيلم في السينما، عايز الجمهور ده يعمل واو. الواو دي بقى بتبقى ايه؟ ان انت مثلا بتعمل الافلام مثلا الاكشن بقى بيبقى فيها الكاميوز. اللي هو ايه الكاميوز؟ مثلا انه يبقى فيه فيلم فيبقى فيه مشهد فتلاقي وش او ممثل مثلا طول الشخصيه في الفيلم، طول الفيلم مش عارفين هو مين، ويطلع في الاخر احمد السقا، يطلع في اخر احمد فهمي، يطلع في الاخر مش عارف مين. عايز اللقطة تعمل يعني، انت مشهد عايز تعمل ملحمي، عايز اللقطة يعني، تحط اللي هو الناس في عايز تعمل القاعة. اللقطة، عايز تحط ماجد الكدواني قدام أحمد عز. عايز ماجد الكدواني مين؟ ماجد اسمه كريم عبد العزيز. أمير كرارة قدام أحمد عز. عايز تعمل كريم عبد العزيز قدام أحمد عز. فعايز تعمل مشهد ملحمي يترسم كده كلوحة، عايز الجمهور اللي قاعد في السينما يقول واو. في الأفلام الكوميدية بقى الموضوع عبارة عن إنك بتعمل سكتشات. ليه بقول عليها سكتشات؟ لأن أنت بقيت بتعمل لقطات ملهاش اي معنى غير في نفسها. يعني السكتش بيبقى عباره عن انك بتعمل 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق بتقول فيهم نكته في الاخر. ده بيخدم قصه الفيلم ككوميديا في الاخر في ايه؟ بيخدم بناء الشخصيات والمحتوى بتاع الفيلم، وان انت في الاخر تقوي النكت اللي مبنيه على الفيلم كله. ده ما بيخدموش في حاجه. انت بس بتعمل السكتش، بتخلص في 3-4 دقائق بتقول النكته اللي انت عايز تقولها، الجمهور بيضحك، انت كده قفلت السكتش ده، ونتنقل لمشهد تاني نعمل سكتش تاني. السكتشات دي كلها في الاخر بتبني فيلم؟ لا ما بتبنيش. انت بقيت متاثر قوي بفكره الجمهور الحالي بيتلقى ايه. الجمهور الحالي هو جمهور متعود على السوشيال ميديا، جمهور كل فريم في حياته في احداث، كل سكرول اللي بيعملها في حياته في بوست، في محتوى معرض لكم داتا كل ثانيه رهيب جدا. فانت بقيت كصانع افلام، وده غلط، بقيت عايز تغذي هذا الوحش اللي بياكل الداتا، اللي هو قاعد كل ثانيه مستني انه يرياكت على حاجه بتحصل في الفيلم، مستني انه في حدث يحصل. انا هنا عايز اوصل لاستنتاج اللي هو الجيل الحالي ده، او الوقت الحالي من، مش الجيل اللي هو السن يعني، الوقت الحالي من جمهور السينما بقى كانه شخص قاعد بيكلمك، وانت كل ما تتكلم معاه كلمتين يقول لك ايوه انت عايز تقول ايه، ايوه انت عايز تقول ايه. فانت بقيت كرياكشن على ده، بقيت عايز تقول حاجه، بقيت عايز تفتح علبه تطلع منها محتوى تقول له بص انا بقول كده، فعايز توصل له بسرعه للمعنى اللي انت عايز تقوله. فانت بقيت عايز تغذي هذا الوحش، بس عمال بتاكله غلط بقى، اللي هو عمال عايز تطلع باستنتاج، عايز تعمل حاجه تخلص في ساعتها، فبقيت بتعمل سكتشات. فانت لو هتعمل كده في السينما مش المفروض تكون كده. ليه؟ لان انت عندك ادوات ان انت تعمل حاجه اكتر من كده. انت مش المفروض تعمل زي تيك توك، مش المفروض تعمل زي محتوى حد بيعمله بموبايل
انت عندك مبدئيا انت عندك احسن مؤديين، احسن ممثلين، لان انت بتدفع فلوس، فبتجيب احسن ناس بتعرف تلقي الكوميديا. عندك كتابة، يعني انت عشان عندك نلخص اللي انت قلته، انت شايف ان ما عادش فيه سينما، او احنا مش شايفين ان ما عادش فيه سينما بسبب اول حاجة فكرة ان الجمهور بقى مستني محتوى مختلف عن الطبيعي، وانت بتحاول ترضيه، فبقيت بتقع بالمحتوى اللي انت بتقدمه فبقيت اصلا، بالرغم من ان انت بالظبط. معاك الامكانيات المادية، الممثلين، كل بلا بلا بلا، كل الكلام ده، ومع ذلك مش قادر تقدم محتوى كويس. بالظبط، انت مش قادر تقدم التجربه بتاعه الصبر على المعنى، ما عادتش موجوده عند الجمهور، ان انت تقدم النكته طويله المدى. ودي حاجه هتكلم فيها بعدين لما نتكلم عن الافلام الكوميديه. بعدين بس يا ابني انت النكته سبت لنا طويله حاجة المدى دي نقولها. لما ندخل بس في الافلام الكوميديه. بس بعد فكره ان انت بتقدم نكته طويله المدى دي مهمه جدا في الكوميديا. الحاجه اللي عايز اقولها من التلخيص اللي انا قلته، انه صانع الافلام العظيم هو اللي بياخد قرارات لو الجمهور مكانه مش هياخدها. تمام. مش المفروض ان انت تبني، مش المفروض ان انت تبقى رياكشن للجمهور عايز يتفرج على ايه فتفرجوا عليه. المفروض الفن بيبدأ من عندك، وبعد كده الجمهور بيرياكت عليه وبيتفاعل معاه. فانت المفروض في الاول تاخد القرار اللي الجمهور لو مكانك مش هيعرف يعمله، عشان تعرف تفرجه على منتج حلو ويبان فيه انت ليه مؤهل ان انت اللي تصنع الفيلم، مش الجمهور اللي يصنع الفيلم بانه الجمهور عايز يسمع كذا فيلا نعمل الجمهور اللي عايز يسمعه. ممكن اقول بس حاجه اخيره في ثانيتين، انا عارف ان انا يعني ماسك المايك بقالي شويه، بس الغلطه اللي انا بتكلم عنها دي بتتعمل في اكبر منصات، يعني على مستوى جيم اوف ثرونز مثلا. نفس الغلطه اللي انا بتكلم عليها دي اتعملت في اخر موسمين 3، انه انت بقيت عايز تعمل لقطات ملحميه. طبعا بما انه صناعه المسلسل في اخر موسمين كانت مختلفه، اللي كانوا بيكتبوا الحلقات كانوا مختلفين، فبقى في توجه تاني ان انت عايز تعمل اللقطات الملحميه دي، عايز ترسم اللوح، عايز تعمل المشهد اللي الجمهور هيقول عليه واو في ساعتها. فدي غلطه بتتعمل في كل حته، فكره ان انت ما بتاخد القرار اللي هو الجمهور عايز يسمع ايه فانا هسمعه له. بس دي الحاجه اللي انا كنت شايفها ان هي مؤثره في السينما المصريه في اخر الفتره دي، وان هي نزلت بمستوى الافلام. بقينا بنتفرج على فيديوهات تيك توك متجمعه في ساعه ونص، بقت عباره عن فيلم. فبس هسيب لكم بقى الرد شويه وبعدين ارجع تاني. خش يا اسطى، انت شايف ايه؟ بص، هو تمام، هو الموضوع انك اصلا ان الافلام في منحدر ده يعني حاجه يشوفها اي حد، واللي ما يشوفهاش كده يبقى هو يعني يا منافق يا مش واعي باللي بيحصل يعني. بس الفكره هو في فعلا افلام يعني ماشي، ممكن مقارنه بقبل كده مش احسن حاجه، بس هي كويسه. بس المشكله في ايه؟ ان هو مثلا لما حد بيشوف حاجه نجحت يا يفضل ماسكها، اللي هو بمعنى اصح بيفضل يحلف فيها لحد ما الفكره تبوظ وما بقاش عارف يجيب حاجه منها تاني، لحد بقى ما يجي في باله بقى ان هو ياخد ريسك تاني، وبعد كده يبدا يعمل. فبيكون كل ده خد منه وقت وخد من الممثل وقت، والممثل بيكون شاف اتجاه في مسلسلات او في برامج او والممثل نفسه اصلا هو برضو ماشي، هو الممثلين حلوين، بس احنا عندنا مشكله ان الممثل لما بيلاقي نفسه وصل، بالذات اللي طلعوا مؤخرا اللي هم واصلين، اللي طلعوا من اوائل الالفينات وكده، في منهم زي ما هو اللي هو كريم عبد العزيز يعني الوحيد اللي لسه قادر يقف على رجله يعني، ويبقى داخل اي مشروع وينجح، وبعديه احمد عز بشوف يعني وامير كرارة بعديهم، ان هم فضلوا هو شغال، هو عارف يشغل نفسه. بس مثلا عايز امير كرارة هو وصل لليفل عالي جدا وعمل افلام وبقى نجم وبتاع، بغض النظر بقى توافق اختياراته صح اختياراته غلط، بيحرق نفسه ان هو يعمل حاجه كتير نفس الشخصيه مده وتمثيله هو. بس انت مش هتقدر تنكر ان هو نجاح كبير مسلسلات وافلام في زمن كان الدنيا بدات تهدى شويه، هو بقى عارف يبقى نجم شاشه، بس راح يعمل برامج وسهرانين وحاجات. طب يعني انت خلاص وصلت، انت مش محتاج تعمل كل ده، انت كنت محتاج تعمل ده زمان. فانت بقيت بتزهقني منك يعني. انا بدل ما انا كنت يا دوب بستناك في فيلم ولا مسلسل، رحت سايبني وقعدت تعمل لي برامج، فبقيت بشوفك يوميا واشوفك في طول فيلم او الوقت مسلسل. امير كرارة يوتيوب هشوفك في اي حته هشوفك. احمد حلمي ارب التالنت ده، انا شايف ان هو خد منه كتير قوي، خلاه ما يركزش في الافلام زي الاول، وخلاني بقيت متعود ان انا اشوفه دايما، مع ان كانت حلاوه احمد حلمي عن بقيه الناس ان هو ممكن يغيب، بس لما بيطلع بحاجه بتبقى انت عارف ان هي مختلفه، وكل مره بيعمل حاجه مختلفه عن اللي قبلها.
فانت مره واحده بقيت بتطلع لي في ارجو التالنت موسم وبقى خد منك، وبقى في بقى اللي بيقول لا ده شخصيتك ما طلعتش حلوه زي ما انا كنت فاكر، واللي يقول لا ده شخصيتك حلوه، وبقيت فرحان بالبرنس راح والبرنس جه. طب وبعدين ما انت في الاخر لما جيت عملت مش احمد فيلمين حلمي بس، او هم 3 تقريبا افلام كلهم ماشي يعني حلمي كل الجيل اللي كان في وهنيدي. اول بس والسقا. فيهم بس مثلا تمام، بس في ناس قادره، يعني احمد عز ماسك نفسه، يعني هو عارف هو فين وشغال على هذا الاساس، شغال بقى ان هو بيعمل مسلسلات على قد اللي هو بيعرف يعمله وبيستغل نفسه. هو واحد لقى نفسه كبر بس راح ظابط جسمه وبتاع علشان يدي لنفسه براح ان هو يعمل كذا حاجه. يعني هو كان مستحيل كان يعرف يعمل الخليه ده اللي هو رجعه تاني على السينما او ولاد رزق غير ان هو يظبط جسمه. بس الفكره بقى ان هو ايه، المخرجين والمنتجين بقوا بيستسهلوا، يعني بيروحوا للمسلسلات. يعني كان خالد النبوي بيحكي في مره ان هو عايز يعمل وقت الغروب ده فيلم هو وكامل ابو ذكري، بس قال لك لا الافلام الدنيا مش ظابطه فيها، فانا عشان اضمن ان المسلسل ينجح والمنتج يقول تمام وهجيب فلوس انا هروح اعمله مسلسل. مع ان هو حلاوته ان هو فيلم. المسلسل ناجي عطا الله ده انا كان امنيه حياتي ان هو يبقى فيلم. تخيل عادل امام ولامم معاه ناس ايا كده الناس هم مين، بس خيال احداث ناجي عطا الله اللي 3 ارباعها في الطريق دي كانت في فيلم. بس المنتج كانت ليه هتبقى حاجه زي التجربه الدنماركيه لو ايوه كان فيلم. ليه بقى ناخد ريسك، والمخرج والمنتج او المنتج بالاخص يعني اللي ماسك كل حاجه وفي ايده كل حاجه يقول طب انا ليه اخد ريسك في مسلسل في فيلم؟ طب ما اجي اعمل مسلسل 30 حلقه وعادل امام ومش عارف مين ومين ومين وهجيب مشاهداتي. طب ماشي انا ما عنديش عشان مانع. فكره رمضان والاعلانات وكده بقت لا ماشي بس احنا طلعنا منها. يعني مربحه هو اكتر. في كذا مسلسل اتعمل قبل رمضان، هو طبعا ما فيش حاجه بتجيب زي رمضان، بس في كذا مسلسل اتعمل ما بين رمضان وبينجح ومشاهدات، والمنصات اللي 10 حلقات و15 حلقه و8 حلقات بقوا شغالين. بس الناس برضو يعني ايه ستيل هو كل مره بيقول انا هروح للمسلسل. بس انا شايف ان في افلام ما كانتش وحشه، يعني هي ماشي ممكن ما تكونش احسن حاجه بس ايوه قول لي بقى بس ايه الافلام فيلم. اللي انت شايفها ما كانتش وحشه عشان من هنا هنبدا اثاره الجدل. فقول كده ماشي اسماء وعشان الافلام. ماشي بس الدالي. دي طب لسه نقطه هنجيلها. وعشان أنا- الدالي لو هو عايز يتكلم في العموم كمل اللي انت يعني لا بتقوله. انا كده في المجمل خلصت. بص انت لو في حاجه عايز تتكلم انا فيها وجهه عموما نظري اتكلم ممكن انت يعني. تكون مختلفه شويه. يعني مثلا انا شايف ان في افلام اخر 10 سنين، بس هي الفكره كلها أوكي. الموضوع بقى فيه تباين غريب. عارف انت اللي هو كانك بتساومني، يا اما تديني افلام تجاريا ناجحه كتير في سنه واحده، يا اما تديني افلام سيئه ووسطهم فيلم نقديا كويس وتجاريا برضو سينمائيا. يعني لو احنا نفتكر مثلا قبل العقد ده او قبل ال10 سنين دول كانت السينما عندنا بخير، وكان في وانتاج كويس وكل فنان بينزل بفيلم و2 في السنه تمام، وبينجحوا بيكسروا الدنيا، ونقديا الكلام مقبول وتجاريا الافلام مكسره الدنيا. جينا بعد 2011 الدنيا بدأ يبقى فيه خلل كده، اللي هو بتحديدا من مسلسل مواطن اكس. الكواليتي بتاعت المسلسلات راحت في حتة تانية، بدأوا يستخدموا دي اس ال ار وكاميرات صغيرة. يعني اكتشفوا موضوع الديجيتال ده متأخر، اللي هو الكاميرات الكويسة اللي تقدر تنقلهم بالصناعة وما تبقاش مكلفة. وطبعا بعد كده بقت المسلسلات بتتصور بكاميرات سينما، فالموضوع بقى احسن. بس انا اقصد ان المسلسل ده فعلا لو الناس تركز، قبل كده كانت الكواليتي هي كواليتي عبد الغفور البرعي بس اضاءه احسن، لوكيشنات انضف. لا ايه اول مره اخد بالي فعلا. يعني كانت الكواليتي كان هنا. احنا بنطور شويه في السيتس بتبقى افضل، اللوكيشنز اللي بنصور فيها الاضاءه بقت احسن، التكنيكس بقى، لكن الكاميرات نفسها هي نفس الكواليتي تمام. بس انا عايز بس هقطعك ثانيه عشان ادي خلفيه للي انت بتقوله. لو حد ما يعرفش فمحمد الدالي هو صاحب دالي جرافي، فهو اللي بيتكلم في تخصصه عشان لو حد مش واخد باله الخلفيه بتاعت كلامك ايه. ده حقيقي. هو اصلا حتى عثمان ابو لبن طلع بعد المسلسل ده في برنامج مش فاكر كان مين ساعتها اللي مستضيفه، وقعد يتكلم عن ان الممثلين نفسهم ما كانوش مستوعبين فكره ان احنا هنصور بالكاميرا دي. هي كاميرا فوتوغرافيا صوروا بيها مسلسل كامل، كاميرا فوتوغرافيا قد كده. اللي قبل كده الكاميرات بقى اللي بتبقى في الافراح دي اللي الناس تبقى شايلها وبتصور بيها. بس ما علينا برضه عشان نرجع للنقطه. فبعد كده المنتجين لقوا في المسلسلات ضلتهم تمام. وبعدين عشان برضو ما نتوهش من بعض، انا وجهة نظري ان في افلام بس الكواليتي عمال بيقل على المجموع.
يعني في كميه ممكن تكون اقل برضو من قبل 2011. ال10 سنين اللي احنا بنتكلم عليهم دول في كميه، بس الكواليتي بتاعها ضايع. وسطهم في فيلم او اتنين نقديا حلوين. انت حتى كمتلقي ممكن تشوف ان الفيلم او اللي يعني ال10 افلام اللي طلعنا بيهم في ال10 سنين دول، لو كل فيلم هنقيمه لوحده ممكن يبقى احسن من الافلام اللي اتعملت في ال10 سنين اللي قبلهم. بس كجوده انتاج ال10 سنين دي ضايعه. يعني ما فيش اي حد هيقول الكلام ده. المتخصص والمشاهد العادي اللي دفع 100 جنيه رايح يتفرج على فيلم هيقول نفس الكلام، تمام. بس هو حط نفسك مكان المنتج. انت دلوقتي هتجيب يعني مثلا وقت الغروب، خلينا ندي مثال بما انه اتقال، هتجيب فكره دراميه ما فيهاش اكشن ما فيهاش كوميديا، بتتكلم عن تجربه انسانيه وتجربه خاصه جدا عن واحد راح الواحات يعمل ايه وظابط وحياته عامله ازاي، وتحطها كده قدام الناس في السينما، محدش هيتفرج في فيلم، محدش هيتفرج بالظبط. محدش هيتفرج. لا يعني مفيش حاجه قولا واحدا ترياكت عليها في السينما. قولا واحدا تعال نشوف حاجه ترياكت عليها في السينما بالظبط. تعال نشوف مثلا تجارب مثلا نقديا ناجحه وتجاريا ناجحه. الفيل الازرق مثلا كمثال، بغض النظر نختلف او نتفق. احنا بقى بص يعني ما هتقول الافلام هنبتدي نتخانق. لا ما انا بدي مثال. تمام. هندي مثال بالفيل الازرق. صناع الفيلم ده عملوا زيه 1 و2، يعني الفيل الازرق اول وتاني، وعملوا تراب الماس، وعملوا ايه؟ عملوا فيلم في النص اللي هو الاصليين. ما كانش فيه كوميديا، ما كانش فيه كاريزما احمد عز ولا البيع بتاع احمد عز، ما كانش فيه قصدي كريم عبد العزيز، ما كانش فيه اكشن بقى وجرافيك وكلام من ده. بس الفيلم نقديا انا رايي احسن من الفيل الازرق ده، يعني وجهه نظر. بس سيبك بقى من راي النقاد اللي ممكن اصلا ما يتفقوش مع رايي. الفيلم ككواليتي فيلم حلو محترم، يعني اقل تقييم هتطلع بيه ان هو فيلم جيد جدا او جيد. سينمائيا يعني تجاريا ما اعتقدش ان هو هيحقق نفس النجاح. ليه؟ عشان الخلطه مش موجوده. خلطه البلطجي والرقاصه، بعد كده بقت خلطه الاخوات الصيع اللي مش عارف ايه، بعد كده خلطه تعالى اما نجيب الناس العواجيز نعمل بيهم فيلم في خلطات كده بتنجح واثبتت جداره، تمام. تعالى نجيب العيال بتوع مسرح مصر ونعمل مع احترامي للجميع يعني ونعمل بيهم فيلم وبتاع. هي دي الخلطه اللي بتنجح. طيب تعالى بقى في المسلسلات، لا عادي، اعمل حكايه بنت اسمها ذات هينجح، اعمل واحد الغروب هينجح، اعمل فرقه ناجي عطا الله اي حاجه هتعملها طالما يعني في على الاقل حد تبيع بيه ويجيب اعلانات هيشتغل. انزل في موسم رمضان حتى لو انت المسلسل زي الزفت هيتشاف. فحط نفسك مكان المنتج هو هيعمل. طب ما احنا كده اتقابلنا في نقطه كويسه، وهي انه في انواع معينه من المحتوى هي بس اللي مسموح بيها في السينما دلوقتي، انه غير كده مش بينجح تجاريا. وخليني برضه اقول حاجه اخيره انه اوكي، انه السؤال كان انا ليه مش حاسس ان في افلام، يعني احنا مش مختلفين ان في افلام، السؤال كان انا ليه عندي الاحساس وليه مش عندي، ليه عندي انا ممكن احرق لك، انا ممكن في افلام احرق لك الحلقه واقول لك الاجابه. السينما قول الاجابه. المسلسلات معتمده على الاعلانات، تمام. انا منتج بعمل مسلسل فهيجي لي اعلانات او في قناه هتشتري. انا بتكلم طبعا على الطبيعي اللي كان بيحصل زمان قبل ما مثلا شركه واحده هي اللي تبقى ماسكه الانتاج بتاع مصر كله. انا بتكلم في الطبيعي. أيوة. انا بعمل انا منتج بعمل مسلسل بعرضه على قناه اشتريته مني خلاص انا تمام. او الاعلانات اللي بتيجي على المسلسل بتاعي مثلا في رمضان او غير رمضان هي اللي بتعوضني انا كمنتج وبتحقق لي الربح. الموضوع في الاول في الاخر تجاره، تمام. على الجانب الاخر بقى الافلام توزيع. يعني ايه توزيع؟ في انتاج وفي توزيع عشان بس الناس تبقى فاهمه. يعني مثلا في شركه بتاعه توزيع زي مثلا شركه اسعاد يونس، في شركات تانية كتير. شركه التوزيع دي هي بتمتلك دور عرض، تمام. بتمتلك دور عرض، عندها واحد هنا وواحد هنا، عندها 20 دور عرض. فانا لما ببيع للموزع الفيلم بتاعي، انا منتج، انا ما عنديش دور عرض، انا ببيع للموزع الفيلم بتاعي، هو بياخده بيختار الوقت اللي بيعرضه فيه، بيختار السينمات اللي بيعرضها فيها، تمام. وده بيحدد عليه حاجات كتير. يعني انا ممكن احطك في سينما في مول، وممكن احطك في سينما اي كلام، ممكن اختار لك الاوقات بتاعتك تبقى الاوقات اللي الموزع هو اللي بيختار وقت العرض. الموزع هو اللي بيعمل كل حاجه يا باشا، الا في حالات قليله زي مثلا اسعاد يونس عندها شركه انتاج وشركه توزيع،
السبكي هي تقريباً حرة عن بقى. التوزيع. السبكي فهي إنتاج. المنتج بس. والموزع وكده. بص عشان برضو ما نبحرش في الموضوع، فاحنا بنقول الدنيا هي ليه بقت كده. فانت دلوقتي بقى في 2 متحكمين في الصناعه بشكل او باخر. في المنتج اللي عنده دور العرض فهو منتج وموزع، وفي المنتج المستقل حفظي مثلا، هو مش مستقل، شركه انتاج معروفه يعني، وبيعمل افلام جامده جدا وبيكسر الدنيا وبيروح مهرجانات وبيعمل افلام تجاريه وبتنجح. تمام. فحفظي مثلا منتج بس ما عندوش دور عرض، يعني هو بيدي الفيلم لحد يوزعه، او ده اللي انا فاهمه، ممكن ما اعرفش بس ده اللي انا اعرفه ان حفظي منتج بس. فده مثال. فبقى في 2 متحكمين في الفيلم، المنتج اللي هيحط الفلوس فلازم يعجبه الورق ولازم الخلطه تعجبه بشكل او باخر، والموزع اللي هياخد الفيلم بتاعك ده وبعد كده هو اللي هيبقى متحكم مين يشوفه وامتى يشوفه. فمن هنا جاء الخلل بقى، جاء الخلل اللي هو الخلل بتاع ايه؟ انت مفيش عندك دور عرض كتير، المترتب عليها ايه؟ ان مش كل الافكار هينفع تتعرض، لان خلينا نقول مثلا ان في 5 المتحكمين في دور العرض. فحتى لو انا عملت فيلم تمام. وجازفت، انا ممكن الفيلم بتاعي ما الاقيش حد يوزعه، فانا لبست. اوكي. اروح بقى ادور على منصات، اروح ادور على مهرجانات، بس انا لبست. تمام. التجاريا مش هحقق اللي انا كنت عايزه. ما علينا يعني، بس برضه عشان ما نطولش. طب انا ممكن اضيف حته اربط الكلام اللي انت بتقوله بالكلام اللي انا قلته، وهو انه الحلقه دي كلها بقت باديه من عند الجمهور. انه الموزع اللي بيختار انه ما يعرضش انواع معينه من الافلام هو عارف ان الجمهور مش هيتفرج على النوع المعين من الافلام، فانه كل الصناعه بقت رد فعل على وده طبيعي بشكل ما، يعني انه اكيد انت في الاخر بتسوق لعميل فبتشوف العميل عايز ايه. ولكن في صناعه المفروض ان يعني اساسها الفن، فالمفروض ده ما يكونش الحال. يعني المفروض انه الفن انت بتعمل حاجه بتعبر عن نفسك قبل ما بتبيع، قبل ما تفكر فيها ماشي. اقتصاديا ما هو وتسويقيا. تمام. ولكن الموضوع للاسف بقى ما هقول لك بقى في الجزئيه دي بالذات ليه ده حصل، عشان قله دور العرض. هيجي منين يعني؟ بص انت دلوقتي عملت فيلم اوت اوف يعني غير المألوف وغير الطبيعي وغير السائد في الخلطات اللي موجوده، وجازفت وانتجت. في الطبيعي او في اي بلد مثلا فيها سينما محترمه، مع احترامي يعني، هيبقى فيه موزعين كتير. يا احترامك ايه بعد اللي انت قلته ده؟ هيبقى فيه دور عرض كتير وموزعين كتير، ففرصتي اكتر ان الفيلم ده يتوزع ويتشاف والناس تتفرج عليه. لكن لما يبقى فيه 5 أو 3 هم المتحكمين في الموضوع، فانا فرصتي اقل. لو ما عملتش الخلطه اللي تعجبهم فبنسبه كبيره هيحطوه. هو مفيش حاجه مثلا ان انا هعمل فيلم ومش هيتعرض، بس هي الفكره كلها هيتعرض وقت قد ايه. يعني انت بتسمع مثلا ان في فيلم بقاله 12 اسبوع عرض، في فيلم بقاله 6 اسابيع. اكتر فيلم قعد يتعرض معروف ان هو خلي بالك من زوزو، مش فاكر كان ده اسم الفيلم ولا دي الاغنيه، بس الفيلم بتاع سعاد حسني يعني. تمام. الدنيا ربيع والجو بديع، ده اكتر فيلم قعد يتعرض تقريبا، قعد اكتر من سنه. ده في عرف السينما حتى في هوليوود ده خيال علمي. تمام. ان انت تقعد سنه، ان انت تقعد سنه بتتعرض افلام بتتشال وبتتحط وبوسترات بتتشال وبتتحط وانت بتتعرض. فهي دي الفكره. هي دي الفكره. انا هقول لك على حاجه عشان بس دي نقطه كل الافلام بتتظلم فيها. انا ممكن الفيلم بتاعي يتعرض اسبوع ويتشال. ليه؟ عشان ما فيش اقبال. مع ان في تجارب كتير لما الموزع بيصبر على الفيلم ده، لما بيكون هو مؤمن بالفيلم وعارف ان الفيلم ده حلو والناس هتشوفه، ممكن يصبر عليه. ممكن مثلا انزل في العيد، فطبيعي لو انا فيلم مش ضحك وهلس وكده مش هتشاف. بس انا كموزع لو صبرت على الفيلم ده، وده حصل كتير، الفيلم بيرجع يجيب ايرادات عاليه، الناس بتبدا تتكلم عنه وي فبيحقق ايرادات عاليه. بس فهو الموضوع يا جماعه يعني الممثلين دور ابن الذين، لان هو انت في الاول في الاخر انت عندك وجهه نظر، بالذات لما تبقى بقيت نجم شباك او بلوت باستر زي ما بيقولوا، انت بقى عليك دور ان انت تبدا ان انت تنقي ورق كويس وتجبر المنتج على كده وتجبر المنظومه على كده، وكذلك المنتج وكذلك الموزع. يعني هي دايره، فاهم؟ مش الممثل بس السبب فيها ولا المؤلف بس، ولا موضوع كبير. كملوا. ماشي. واحنا كده كلنا احنا الثلاثه. بس انا عايز اشير لنقطه انا عايز بس اشير لنقطه في كلام الدالي، وهي مفارقه جميله شويه بالنسبه لي، يعني مثيره للجدل. انه هو ذكر اسم اسعاد يونس واحنا بنتكلم في عدم رغبه الموزعين في المخاطره الفنيه على حساب الارباح.
اسعاد يونس ممثله، اسعاد يونس المفروض ان هي فنانه، ففكره انه اسعاد يونس حتى لو اكتر انت واحده لو انت بتركز في البيوجرافي او هي بتنتج هي اكتر واحده جازفت. الست لا تلام، يعني الست بتجازف كتير. هي لا تقول اوكي بس انا بتكلم في فكره انه طب ما اسعاد يونس موجوده، ومع ذلك احنا لما اسعاد يونس لبست ثوب المنتج والموزع والشخص اللي بيدور على فلوسه، برضو برغم ان هي واحده من الاربعه خمسه اللي انت بتتكلم عنهم، بس برضو الافلام اللي فيها مخاطره او اللي فيها غياب للخلطه المعروفه عن الجمهور مش لاقيه منفذ برضو، برغم من وجود اسعاد يونس كقوه كبيره في السوق، ولكن الافلام دي مش لاقيه المنفذ اللي مثلا متاح لها في سينمات تانية في بلاد تانية. ماشي، ما هو ممكن يكون الجمهور ده هو ليه زي ما دور انت يعني. بتقول، هي دايره بس الجمهور انا شايفه اقوى عنصر فيه. ما ماشي، بس هرجع برضو عشان النقطه دي مهمه جدا. لا يعني اسعاد يونس بتعمل اللي عليها كتير، بس خلي بالك برضو اسعاد يونس مش من المنتجين اللي معروفين بغزاره انتاجهم. يعني ما ينفعش تحملها السبب اللي بيحصل في مصر سواء حلو او لا وحش. انا مش بحملها، انا بس في انا بس منتجين عجبتني تانيين المفارقه. غزاره الانتاج عندهم اكتر بكتير من اسعاد يونس. يعني اسعاد يونس قليل قوي لما بتلاقيها بتنتج فيلم، يعني هي بتدور كويس قوي على الورق وتجيب مين. لا يعني هي شاطره في شغلها، مش محدش ينكر عليها ده. وناس تانية كتير غيرها بتسعى وبتحاول وبتجتهد، بس احنا انت بتتكلم عن مفارقه وهي مفارقه حقيقيه. بس هو مش شرط انا ممكن اكون ممثل، بس لما هاجي انتج لا انا هدور على اللي بيكسبني في الاول وفي الاخر. بالظبط، على الفلوس. انت حتى لو هاخد مجازفه بس رداء مختلف. بالظبط ماشي، بس هو اصل برضه انا لو كمنتج، طب انا ليه اروح اعمل فيلم تمام بما ان اصلا الجماهير عايز مسلسل، والممثل نفسه ما بقاش عنده مانع للمسلسل، والمؤلف نفسه بيستسهل ويعمل مسلسل، والمخرج نفسه بيستسهل ويقول لك هات مسلسل. فهو اصلا المسلسلات نفسها بقت بالنسبه للناس كلها انا بعمل كل اللي انا والله عايزه يا باقي خليني بس في المضمون. بس انت بتحصل برضه حاله خمول تاني ونفضل نعيد في الدوامه دي. ما هو الفكره ان هو ما بقاش عنده حاجه جديده يقدمها، وهو عنده موسم رمضان ده لازم يخش، اذا كان مخرج مؤلف منتج ممثل، هو انا لازم اخش. عايز اقول لك ان موضوع رمضان ده موضوع يعني أيوة، هو برضه هو لازم يعني مثلا طب هقول لك موضوع الانتاج انت لو عرفته هتظهر. يعني مثلا يعني ليه الناس بتنتج دي في حلقه رمضان، دي حلقه رمضان، دي حلقه ليه الناس بتنتج نتكلم بس عليها في رمضان؟ يعني اللي هو ليه بس ما تحرقش حلقات. انا مش هحرق، بس هي فعلا يعني حاجه تستحق الدراسه والتامل وما بتحصلش غير عندنا. يعني عادي ممكن في يعني مثلا الناس في سوريا والناس في لبنان والناس في السعوديه او في الخليج واتيفر، يعني سواء الاعمال الخليجيه اكتر بلد عربيه عندها غزاره في الكويت وكده يعني. بينتجوا في رمضان، يعني بيعملوا مسلسلات في رمضان بس ما بيزنقوش نفسهم في الشهر اللي قبل رمضان ده. انت لو عرفت السبب يعني هتجيلك في دماغك ليه المنتجين بيزنقوا نفسهم لحد الشهر ده. ما احنا ممكن نخليها حلقه قبل رمضان. بتاعت رمضان استنوا يا جماعه الحلقه بتاعت رمضان فيها السبب بتاع ليه الزنقه الافلام المسلسلات. بس هو مثلا ما هي الفكره برضو ان في حاجه غريبه. يعني مثلا واحد زي يوسف الشريف تمام، هو من اول ما طلع من بعد رقم مجهول بالذات تمام، وهو شابوه وهو خلاص هو شابوه، وهو بينزل هو عارف ان مسلسله، او على الاقل هو مش عارف بس الناس عارفه ان هو خلاص هو هينزل يوسف الشريف، وبعد كده الناس هتيجي بعديه مهما كنت عامل. بس انت احنا هننبهر بيك، انا عارف ان انت هتبهرني وبنسبه يعني هنقول بلاش عشان ما نكونش اوفر 70% انا هنبهر. الانبهار بقى ده عجبني ما عجبنيش، بس انت بتعمل حاجه غير بقيه الناس. يعني هو في الاول مختلفه. انت مختلف، بس مش مختلف ووحش، انت مختلف ويعني اللي مش بيحبك هيقول عليك كويس يعني تمام. طب ما يوسف الشريف عمل الريسك ده وبقى ليه جمهور ماشي، بس تمام. ما هو نفس الراجل ده اللي خد الريسك ده راح عمل فيلم، يعني عمل العالمي فكره عاديه تمام ما فيهاش فيها الريسك، بس هو بس العالمي كان قبل الشابوه. تمام العالمي مش فكره عاديه، قبل الشابوه. لا انا قصدي مش فكره، بس قبل هو عمل فيلم بعد الشابوه ما بس بتكلم بقى عمل فيلم بني ادم بني ادم بعد ما هو وصل لاعلى ليفل نجوميه ليه راح عمل مسلسل فيلم بني ادم ما نجحش. انت هتشوفه حلو وحش، بس هو الفيلم اصلا ما نجحش مع انه يوسف الشريف. هو الناس يعني الحوار بقى صعب. يعني انا دلوقتي انا كمنتج انا هاخد يوسف الشريف اللي قالب الدنيا هروح اعمل له فيلم، بس انا ضمنت الفيلم هينجح وهيعمل بوم. رحت خدته ما عملش حاجه، فانا دلوقتي فانا ارجع اخاف تاني. يعني انا دلوقتي كنت الاول عادي ما عنديش مانع هاخده، فانا بقيت خايف. يعني مثلا هو اتعملت مع امير كرارة، عمل كام مسلسل كده تمام هم ساقطين مني بالترتيب يعني، بس هو عمل كام مسلسل وبعدين واحد خده قال له تعالى يا باشا هعمل بيك فيلم،
دخل عمل بيه فيلم. هو طبعا عشان امير كرارة في الحاجات اللي الناس بتحبها، اللي هو زي محمد رمضان، بس هو ايه شكله امير يعني، فاهم؟ هو اسمه امير ابن ناس شكله امير شويه، تمام. فايه اكل مع الناس بقى شويه نسبيا يعني، فتمام ضرب بس. فبقى امير كرارة انا بقيت ضامن بيه. عشان بس الحته اللي فاتت دي ممكن حد يتضايق منها. هو يعني احنا مش بنتكلم في فرق في الشكل، احنا بنتكلم في انه يمكن اتيتيوده هو الفيزيكال بتاعه يعني. والكلام عموما، ان هو ايه اللي هو على طول قافي يعني، هو فاهم كل حاجه جمل يعني، هو بيرد عليك بجمله مش بكلمه بالظبط. يعني. انت بتقول طب له احنا- ازيك، بيرد عليك جمله، بيديك جمله كده عشان يقول لك انا الحمد لله كويس، مع انه ممكن يقولها عادي، يقول لك انا تمام ويسكت. احنا طيب لا لازم يقول لك حكمه تاخدها تحطها على ظهر التوك توك. هو طب انتوا يعني شايفين طيب يعني ايه الاسباب؟ يعني واحنا بندردش، انا شايف احنا قلنا ما الكتاب، الأسباب. احنا قلنا يعني واحنا بندردش تقريبا قلنا الكتابه تقريبا، واحنا بندردش كنا تقريبا متفقين على فكره ان في مشكله في الورق. هو الورق زي ما المشكله بيتقال الاساسيه يعني المشكله في الورق. المشكله في الورق. الكتابة مشكلة واحد أساسية. واثنين وثلاثة. مفيش فيلم كانت الناس بتتكلم قريب في انه تقدر تعمل فيلم حلو من غير سكريبت كويس. لا يعني في اكتر حاجة ممكن تعملها بسكريبت وحش انك تعمل فيلم مقبول، انك تعمل فيلم الناس مش متضايقة منه. مهما الممثلين حزقوا ومهما عملت اخراج عالمي، السكريبت وحش مش هتعمل فيلم. ايوه ده حقيقي. بقدر كبير لو انت عندك سكريبت ممتاز صعب تبوظه. يعني مهما جبت ناس ايوه احنا ممثلين اختيارات غلط صعب تبوظه. ولينا في الافلام والمسلسلات بتاعت الثمانينات والتسعينات لينا فيها مثال يعني عظيم. مثال انه الكتابه كلها حلوه. بالظبط. اي حد بيعمل فيلم تتغاضى عن الإخراج شخصيات أصلاً. مكتوبه حلو، الحوار شيق، انت ممكن تقفل الصوره وتقعد تسمع وتتبسط، فاهمني؟ بالظبط. هو فعلا الكتابه هي الاساس. بس ممكن يكون ده انعدام طب انتوا كإخراج برضو، شايفين ان المخرج والمؤلف ما بقاش بيسعى ان هو يعني. كان احمد مكي بيحكي في مره بيقول ان هو عشان يعمل حزلقوم وجوني والكبير وسمير ابو النيل والناس دي كلها، هو بيعمل له هيستوري ليه اول وليه اخر. يعني زي مثلا فيلم ابراهيم الابيض، هو مروان حامد وعباس ابو الحسن عاملين هيستوري للابطال. هو كل بطل هو مهيئ لك ان الراجل ده فعلا هو عايش هيستوري هنا، هو يقصد الباك هيستوري اللي مش بيجي اصلا في الفيلم يعني، اللي مش لا يذكر في الفيلم، بس اللي هو انت تقعد تتخيل البطل ده وهو صغير كان عامل ازاي، كان عنده مرض عامل ازاي، كان اهله عامل ازاي. بيقول لك ساعات على بالظبط. لمحات ممكن الفكره بقى ان هو دلوقتي بيطلع لك بس اللي هو بيتكلم عنه اللي لا يذكر في الفيلم، اللي طول وقت عرض الفيلم الساعه ونص بتوع الفيلم دول ما بس هو قادر يهيئ انت كاتب قصه حياته الشخصيه حتى لو الفيلم بياخد منها سنتين ثلاثه. الفكره دي انت ليه ما هو احنا ليه مصدقين ان في حزلقوم وفي جوني وفي الكبير، وصدقنا ان في الاخ السوداني؟ عشان هو مهيئ لك ان هو كل واحد ليه تاريخ. هو مش مره واحده انت فتحت الفيلم لقيت البطل ده وخلاص. كاركتر ديزاين بنى الشخصيه، الشخصيه مبنيه كويس. ان هو مفيش، ومش كل الممثلين نجاحهم من غير شخصيه يعني. في ممثلين انا بشوفهم هو لو ما عملش كاركتر مش هيبقى هو ممثل جامد، بس هو الكاركتر تمام. وفي ممثلين دي حاجه كويسه، دي حاجه هو بيعرف ياخد الدور عليه. وانا شايف اكتر واحد ناجح في الحوار ده اللي هو يعني بغض النظر عن الناس القديمه اللي هو الناس الجديده، كريم عبد العزيز اكتر واحد ناجح في الحوار ده. هو قادر بيعمل لك دور واحد غلبان يعني ايه ياخد الدور عليه. هو ما تعرفش يا سبحان الله بقى كاريزمته، هو ممثل حاجه انا مش فاهمها، بس هو لما بيجي يعمل دور ظابط انا بعرف اصدقه، بيعرف يعمل دور حرامي انا بصدقه، بيعرف يعمل كريم عبد العزيز بيعرف يعمل اي دور. التعبير بتاعي ياخد الدور عليه، انت قصدك ان هو مش بيروح للدور، هو الدور مش بيروح يعني. مثلا هو بيقولوا له مثلا انت ظابط، ما بيروحش يربي شنبه، ما بيروحش بقى يلبس ويحط المسدس في جنبه، بس هو قادر يوصل لك ان انا ظابط. كنت بتفرج على بودكاست انا عارف ان انا ظابط، فانت انا هيأت لك بشكلي وكلامي ان انا ظابط. فابو علي هو بيعمل ماذا لو كنت انا ظابط بالظبط. انا كنت بتفرج على بودكاست قريب كان في ممثل بيتكلم عن النقطه دي، اللي هو كان بيتكلم عن المدارس بتاعه التمثيل، وكان بيتريق كتير على الممثلين. مش فاكر والله الممثل ده اسمه ايه، بس هو جامد فشخ ما علينا. فهو كان بيتكلم في فكره ان انا لما باجي اعمل دور، يعني مثلا دور عجلاتي، ماذا لو محمد الدالي عجلاتي،
محمد الدالي وهو عجلاتي هيتكلم ازاي، هيمشي ازاي، لكن بالظبط. مش عجلاتي فهربي شنب بالنص بس واحط على كتفي فوطه لا. زفره، فاهم، وايدي، مش هو ده بنى مش الكاركتر. بتروح للاستيريوتايب، مش بتروح للاستيريوتايب بتاع الناس، لا بترجع انت في حياتك تخلي نفسك انا كنت الشخص ده من الاول. ما هو انا شايف ان كريم عبد العزيز اكتر واحد مميز في الموضوع ده في الناس اللي موجوده دلوقتي، يعني عشان في ناس تانية كانت مميزه زمان تمام، بس أيوة. احنا عشان بنتكلم على اخر 10 سنين. بس عشان برضو ما نخرجش من نقطه الكتابه، ايوه ما هو كريم كل عبد ده كتابة. العزيز عشان نقفل النقطه دي، كريم عبد العزيز انا بشوفه جوكر. ايوه هو يعني مريح يعني. يا جماعه هات لي ممثل حتى كمان في العهد القديم، حتى في السينما الذهبيه بقى والعصر الذهبي للسينما بتاعنا وكده، عمل كوميديا محطه مصر، يعني اللي هو انا هضحكك، هي قصه فاهمني؟ تقليدية. يعني انا انت هضحكك، انت مش تخرج هي غير ما وانت فيش مبسوط. قصه، بس انا هو مش في كمان محطة مصر بس، هعمل أبو لا علي انا بدي امثله، انا بدي امثله، يعني انا بقول لك كوميديا مش مثلا كوميديا احمد عز اللي انا بضحك عليها برضه، يعني هو احمد عز ساعات أيوة. بيضحكني، اللي هو جرايه مره ده انا اجيب راسك، وعارف انت مش الكوميديا دي، لا كوميديا اللي هو فيلم كوميدي تمام. هعمل ساينس فيكشن هعمل اكشن، فاهمني؟ في اللي هو كان اسمه خارج عن انت القانون معتبر ده، الفيل الازرق ساينس فيكشن؟ واتفر. لا هو مش ساينس، هو ميتافيزيقا يعني صح، مش اسمها كده ميتافيزيقا؟ ايوه ما وراء الطبيعه ما وراء الطبيعه. هعمل اكشن مثلا زي اللي هو خارج عن القانون اكشن، فاهم؟ هجري وهنط وهعمل مطاردات بالعربيات وهخليك تصدق، رومانسي وهخليك تصدق. فابو علي دراما اللي هو تقطيع شرايين، اللي هو فاهم يعني قطع شرايينك بالطول عشان ما يبقاش في امل، فاهمني؟ ايه تاني؟ ما فيش، ما هو كده رومانسي. رومانسي. لا، اللي عملها رومانسي. زمان اول ما رومانسي. طلع اصلا يعني هو طلعته فاهم اللي هو نعم. نعم يعني احنا حتى لو جينا نتكلم عن الممثلين زمان، هو كان بيلمع في حتة وبيجيد الحاجات التانية. انت بتتكلم عن واحد بيلمع في كله يا جماعة الفيلم كوميدي، فاهم حاجة؟ يعني انت اصلا ممثل مش محسوب على الفئة دي، دخلت عملت فيلم كوميدي من اول دقيقة لاخر دقيقة بتضحك. بس على فكرة هو كان قال مرة مع أمير كرارة لما كان نتكلم في نقطة برضو حلوة يعني تمام، قال مثلا انا شايف انا وجيلي يعني، بس انا هتكلم عن نفسي، ان احنا بقالنا كتير قوي ورغم كده اعمالنا الفنيه قليله جدا. في ناس كتير احترمته يعني انت ممكن أصلاً. حرفيا دلوقتي تقول كل كريم عبد العزيز من اول ما طلع لحد النهارده انت ممكن تقوله في 30 ثانيه اصلا. ده حقيقي. لو انت بس لو كده قلت لك قول لي اللي عادل امام عمله مثلا في يعني ايه في سنه واحده في ممكن بس عادل امام ده استثناء يا جماعه. عادل امام عنده واحمد زكي ماشي، احمد زكي عنده افلام كتير جدا تمام، ويعني دول احنا بنتكلم على احمد زكي وعادل امام اللي هم يعني كانوا اصحاب يعني حقبه زمنيه كبيره تمام، اللي هم طالعين يعني لحقوا الثمانينات والتسعينات انا في فتره عملوا كتير قوي. هنكت لاني كنت متخيل ان يحيى الفخراني ما عملش افلام كتير. لا هو عمل كتير بس اللي احنا عارفينه مش كتير. لا وغير اللي يعني مثلا انا كنت ناسي دوره في اعدام ميت يعني فاكر، عارف انت اللي هو فكره ايه، هو مش هو اللي على البوستر فانت ما حسبتوش. يا جماعه يحيى الفخراني عمل كتير، الناس دي اسمه ده نور الشريف. نور الشريف ده ايوه شخص مش طبيعي. بس يا جماعه طب ما تاخدوا بالكم ان كل اللي احنا بنذكره ده فتره تانية يعني. هو لا انا سؤالي بقى عزيز اكتر واحد احنا بنشوفه وبرده افلام قليله عشان لا بص المفارقه مش في كده، المفارقه مش في كده. المفارقه ان احنا بنتكلم دلوقتي في النقطه دي عن سوء الكتابه وعن ان مفيش ورق. تخيل ان الناس دي كانت بتعمل 5 أفلام في السنه وساعات ال5 بينجحوا جماهيريا ونقديا. بالظبط. سيبك من ان هم عندهم القدره ان هم يعملوا ده، دي ناس في ليفل تاني، دي ناس كانت عايشه حياتها عشان كده وكانت مكرسه حياتها عشان السينما وتمام. انا بتكلم صح. انت متخيل نجم واحد عمل 5 أفلام، يعني في ورق لممثل يعمل 5، لممثل واحد يعمل 5. تخيل الباقي ده منقيه يعني في كمان في فتخيل الباقي دول بقى كل واحد عامل له 3-4 أفلام. ايه بالزبط. طيب تعالى نرجع للنقطه. انتوا شايفين مشكله بقى الكتابه فين؟ يعني احنا متفقين ان في مشكله في الكتابه. بس اقول نقطه عايز اشاور على انه الاجيال بتاعت زمان قبل الفتره اللي احنا بنتكلم عنها دي كان عندها رفاهيه انه
مثلا الوقت اللي كان فيه محمد هنيدي واحمد حلمي وكريم عبد العزيز والناس دي واحمد السقا، كل دول كانوا شغالين، كنت انت بتحرك ايدك كده بتخبطها في سكريبت حلو من كتر الوفره بتاعه الاعمال الحلوه كتابيا. انت ما كان صعب ان انت تختار وحش اصلا، لو نزلت تختار وحش، لو بتحاول تختار وحش بقصد مش هتعرف. ماشي. دلوقتي بقى الاختيار انت لازم تكون الشخص اللي بيعرف ينشن عشان تجيب فيلم حلو، لانه المشكلة الموضوع فين بقى طيب؟ قليل جدا. طب بس انا شايف ان في حاجات حلوه. طب احنا بس متفقين ان بتروح في مشكله، بتروح واعتقد ان احنا لو للمسلسلات. قعدنا نعدد الامثله هنقعد لبكره الصبح. بس عايز هو ان خلاص هو في الحاجات مشكله. الحاجات الحلوه عشان بتروح نتجاوز للمسلسلات. النقطه دي، جيت منين مشكله سوء الكتابه او قله الاعمال السيناريوهات اللي الجوده بتاعتها كويسه؟ ممكن الباهي يتكلم في الحته دي، انا عندي نقطه بس شايف يعني انا بشوف الباهي ان عنده دلوقتي رأي. كله بقى بيتجه للمسلسل اكتر من الافلام. يعني انا ماشي، طب. لو ما هو دلوقتي هقول لك على حاجه، يعني مثلا انا عايز اعمل ايه، انا ما فيلم كنتش مثلاً فاهمك. يعني انت تقصد ان هو في ورق حلو بس ما بيروحش للفيلم، بس ما بيروحش للسينما، الناس بتاخده تمطه تمط اللي هو ممكن يتعمل في 10 حلقات 15 حلقه تجيبه كده تمام وتعملوا فيلم. ايوه يعني مثلا مسلسل 30 دلوقتي حلقه. انا يعني مثلا انا عايز اعمل فيلم تمام، والبطله اللي في بالي وكل حاجه باسم سمره ونيللي كريم، لو نزلتهم فيلم انت هتعرف تعمل ايه؟ ادل المايك. لو نزلتهم في ما فيلم حدش هيتفرج. محدش هيتفرج. محدش بس هيتفرج. مع ان هو حاجه ممثلين تقال وعارفين والدور مرسوم عليهم ومظبوط عليهم، بس انا ليه اخده لكده؟ طب ما انا اوديه يعمل مسلسل، الموضوع عائلي. دي يعمل مسلسل. موضوع عائلي، ما انا ممكن اعمله فيلم تمام الجزء الاول بس. انا لو حطيت ماجد الكدواني لوحده على الافيش مش هعمل حاجه، بس لو رحت بيه فيلم مسلسل، حلوه النقطه دي. لو رحت بيه مسلسل انا هعمله. يعني في المسلسلات بس هي اصلا مش في اخر 10 سنين احلى بكتير من البطل. الافلام. ما عاد انا ممكن اعمل فيلم واغير البطل. ماشي، بس هو حلاوته في البطل في دايما، خلينا متفقين ان في دايما في كل العصور هنا وبره وفي هوليوود نجوم تلفزيون ونجوم سينما. ماشي ما هو تمام، بس انا ليه يعني ايه؟ ما هو ده برضو مشكله. ما انا دلوقتي بتتكلم من وجهه نظر المنتج. هو المنتج ليه اروح مثلا هو الفيلم المخرج او التيمه دي اعملها فيلم هو اعملها مسلسل اسهل. هو المؤلف اصلا راسم الدور على الشخص ده، هو مش رسمه على سوبر ستار. ما الدور بتاع ماجد الكدواني انت مش هينفع تجيب واحد شاب، هو لازم واحد اب ينفع يبقى اب، ومش هينفع تجيب واحد. يعني انا مش متخيل مثلا الدور ده حد مش بوصفات ماجد ايوه تمام ماجد الكدواني هو مكتوب لا الجسمانيه كمان يعمله. ايوه ان هو اب وخال هو لايق. لا بس خلي بالك هو ماجد الكدواني ممكن يلاقي على حاجات كتير. ايوه ماشي، بس انا بتكلم غيره. انا بتكلم يعني انت دلوقتي الناس هو دلوقتي مين الناس اللي انت تنزل بيهم وضامن ان فيلمك هيحقق ايرادات فوق العادي؟ ونقطه مهمه جدا، فكره هم دول كلهم نفس مش هيليقوا على الحاجات دي كلها. مش هيرضى يبقى بطل تاني مع نيللي كريم في مسلسل. مش هيرضى يبقى مثلا بس بدل يا جماعه المكان. انا مختلف شويه معاكم في حاجه، انه احنا بنتكلم في توجه صانع الافلام او المنتج او المخرج او whatever للكتابه الحلوه بتروح فين. انا شايف ان الكتابه الحلوه نفسها قلت. احنا لاسباب واضحه، يعني احنا ما عدناش بننتج ادبيا زي الاول، يعني بسبب نزول المستوى الثقافي ونزول المستوى العلمي ما عادش عندنا كتاب بيكتبوا حلو اصلا. هو الموضوع بقى سهل بقى اي حد بيكتب دلوقتي. ده حقيقي. يعني مثلا اي حد بيكتب بوستات بيجيبوه يبقى يعمل ورك شوب يكتب مسلسل ويجيبوا معاه ناس تساعده وهكذا وبتاع بالظبط. او هو يشتغل على نفسه بس هو فعلا انا فعلا مش قادر اوصل لفكره السوق في الكتابه جه منين. يعني مثلا انا اعرفه ان زمان كنا بننتج روايات نجيب محفوظ وغيره، واسمه كان في حد برضه مشهور تاني كان بيعمل روايات واحنا كنا بنأدبت منه كتير بس مش فاكر مين. الحوار برضه ليه اللي هو بتاع الرجال من الزهره والنساء من المريخ او العكس، ده كان اسمه ايه؟ احسان عبد القدوس. الرجال يعني فاهم. احنا كنا بنعمل ده، لا وكنا بنعمل برضه حاجات تانية اوريجينال. انا عايز اقول لك يعني طب السوق جه منين؟ ما انا اقول لك اصلا برضه حاجه يعني بتاكد كلامك، ان خالد النبوي بقاله كتير مسلسله ممكن ينجح بس ما بيبقاش الواو او الناس تتكلم عليه كتير. راح جاب قصه اسامه انور عكاشه تقليديه جدا، راح عملها مسلسل. الناس كلها بتتكلم على الفيلم على المسلسل بتاع خالد النبوي ورجع في الصوره تاني لمجرد ان هو راح جاب واحد ما لحقش يكمل اصلا الكتابه للاخر او يعتبر خلصها بس ما عملش فيها تفاصيل كتير لسه، ورغم كده نجح. مجرد ان رجع بس جاب حاجه مكتوبه كويس من زمن كان في كتابه كويسه مكتوبه كويس هو ده المفتاح. مكتوبه كويس. وخالد النبوي تمثيليا ما تعبش ولا عمل كاركتر ولا بيتعب وطالع دور عادي خالص، شخص المفروض ما تتعاطفش معاه، ورغم كان في ناس هو راجل
كان هيتجوز واحده وراح سايبها يوم فرحه ومشى، تمام، وتوكسيك وغريب وي وي وي. بس انت الخلطه كلها على بعضها كده هي عائليه، بس انت الشخصيه مرضي. مكتوبه حلو. انت مرضي، انت مكتوبه حلو. انت شايف كل حاجه مرضي. الاطفال نفس الحاجات اللي كانت بتحصل في مسلسلات زمان بالظبط. بصوا ان هو في بطلين صغيرين عيلته دي بتكره العيله دي، هم اللي بيحبوا بعض وبيحاولوا يروحوا. فهي قصه انت ممكن اصلا تكون اتعملت حوار اصلا الدراما العائليه ده اللي احنا كنا بنمتاز بيه وبنقعد الوطن العربي كله يتفرج على مسلسلاتنا عشانه. احنا ما عدناش شاطرين، ما بقيناش قادرين نعمله زي الاول، عشان الناس الحرفيين اللي كانوا بيشتغلوا من قلبهم وبدوا الورق ده كل حاجه ما عادوش موجودين. بس ارجع برضو عشان نلخص النقطه دي ونعدي منها. انا شايف برضو ان من اهم الحاجات اللي انتوا قلتوها هي فكره الفورمات، اللي يعني المنصه، الصيغه التركيب، لا الفورمات بتاع ايه، فورمات السوشيال ميديا، الفيديوهات القصيره، البوستات القصيره، بالظبط، تمام بالظبط، ولازم الكتابه القصيره، ايوه، والممثلين الانفلونسر اللي حاجزين دور في كل الافلام. لازم نجيب انفلونسر وفاشن بلوجر ومش عارف ايه، ويبقى ليهم دقايق على الشاشه عشان برضو زي برضو فكره تعالى انت بتاع ده مطبعه او بيسموها دار نشر، تجيب واحد انفلونسر تعمل له كتاب. فنفس الفكره. فانت بقيت بتشوف الناجح فين او اللي محقق شهره فين، وتحاول ان انت تقلده او تعمل زيه او تجيبه هو يعمل لك حاجه بالزبط. طب ايه بقى بس يا جماعه بس مش ده اللي هو بيعمله، دي منصه مختلفه يعني. بالظبط. الراجل ده بيعرف يكتب بوستات، ده مش كتاب. بالزبط. لما تجيب بوستات وتجمعها ده مش كتاب. نفس الحوار في الافلام، الراجل ده بيعرف يكتب سكتشات، ما تجيبوش يعمل فيلم كوميدي، هو مش ده اللي هو بيكتبه. الفيلم الكوميدي حاجه ثانيه تماما. بس خلي بالك برضو ان اللي انت بتقوله ده ليه استثناءات، بس المفروض ان ما تبقاش هي دي القاعده. بس المفروض ان ما تبقاش هي دي القاعده. الاستثناءات بتبقى لانه الشخص اللي بيكتب سكتشات ده عارف ايه المختلف في الفيلم لما يجي يكتب فيلم، او اشتغل على نفسه وقدر يذاكر ويعرف ازاي يكتب فيلم. هو الحوار ده شبه اللي طالما بيكتب حاجه بتضحك يبقى عنده موهبه. ازاي تحول الموهبه دي لحاجه تانية، هي دي اللي تتعلمها يا اما ودور. وخلي بالك احنا دايما بنتكلم عن المنتج على ان هو الشخص زكيبه الفلوس او شوال الفلوس اللي بينتج. يا جماعه يعني جايزه افضل فيلم في السنه بتاعه اوسكار بتروح للمنتج. هل هم بيدوها له عشان هو دفع فلوس؟ لا، هو المنتج بره، مش هو المنتج اللي في مصر. المنتج بره اللي هو البروديوسر. معناه انا الشخص بيجي لي ورق، مش بيجي للمخرج، عشان بس الناس فاهمه غلط، او يمكن انا عشان فاهم الكلام ده فبالنسبه لي بديهي، بس الناس المفروض تبقى فاهمه الكلام ده. يا جماعه المنتج المفروض بيجي له ورق، فبيعمل حاجه بقى ان هو يسكن دي، يعني يقول لك الورق ده نديه للمخرج الفلاني، ويقوم قاعد مع المخرج يقول له ايه رايك نجيب الممثل ده والممثله دي، وايه رايك نجيب مدير التصوير الفلاني، وايه رايك نعمل ايه. ده البروديوسر. ده بقى اللي بعد كده كمان لما بيبقى في اي مشكله المفروض ان هو يحلها، هو اللي بيطلع تصاريح، هو اللي يعني بعلاقاته صانع الفيلم حرفيا. البروديوسر هو يا جماعه ده هو المفروض. البروديوسر ده انه يبقى عارف حاجه عن كل حاجه. هو ده البروديوسر، يبقى عارف في الاخراج وفي التمثيل وفي الورق ازاي ينقي ورق وكل ده عشان يعرف يسكن بقى الناس دي. لو هو مش فاهم في ده وبالنسبه له الموضوع بيزنس، مع احترامي، الا طبعا لو معاه ناس تانية اللي هو زي بقى ايه، عندنا وظائف احنا اللي مخترعينها، اللي هو المنتج المنفذ، وعارف انت اللي هو مدير ما هو كان مدير الوحده. كان في حد كان بيتكلم في مع احترامي طبعا في مخرجين منفذين في مخرجين منفذين في مصر، يعني هم اللي شالوا MBC وهم اللي شالوا صناعه الميديا في الوطن العربي كله، مش MBC بس. تمام، يعني مع احترامي لشغلانه المنتج المنفذ اللي هي عندنا هنا تعادل البروديوسر بره. ما ده اللي كنت بقوله لك. بس انا بتكلم ان في فرق عن اختلاف سلميه المناصب الانتاج، وقال انه المنتج بره بيعمل اللي هنا المنتج المنفذ بيعمله، ففي شويه مختلف بس برضو المنتج سبب في الموضوع ده. يعني هو المنتج اصلا، يعني انا بروح دلوقتي حوار ان الكاست ده متكرر بطريقه غريبه جدا. يعني هو في ناس كده بقت فيلم كوميدي انت عارف ان الناس دي موجوده. طب مثلا الافلام الكوميديه دي اصلا ظاهره تستحق الدراسه يعني احنا ما اتكلمناش يعني عن انا رايي بقى ان لو الافلام الكيرف بتاعها
عامل اي حاجه في الدنيا نازل طالع. فايه اصلا اللي مضيع الدنيا ان احنا مصرين ننتج كوميدي، وكل سنه الافلام الكوميدي بتسوق عن السنه اللي قبلها. يعني هي دي اصلا اصل الازمه. بص انت انا شايف ايه إن مصر- مثلا احسن فيلم كوميدي في اخر 10 سنين؟ ايه؟ احسن فيلم كوميدي في اخر 10 سنين. بنك الحظ. حلو السؤال ده. وانت يا عمرو شايف ايه احسن فيلم كوميدي في 10 سنين؟ هو مش كوميدي بس هو اكتر فيلم ضحكني في اخر 10 سنين. ايه؟ قصة حب. ماشي، انا شايف الحرب العالميه. ده انت هتتذبح والله هتتذبح. والله انا يمكن اكون مش فاكر فيلم اللي هو تصنيفه طب والحرب كوميدي، العالمية بس, التالتة؟ بس قصة حب ضحكت عليه. لا بص، ما الحرب العالميه الثالثه في انت آخر في 10 عندك سنين. لا انت في عندك افلام يعني لا تراجع على لا الاستسلام. الحرب العالمية لا ما كانش موجود. الحرب العالميه انا لا، لا تراجع على في الاستسلام. لا أنا لا برضه تراجع على بضحك. الاستسلام مش اخر 10 سنين. لا تراجع على الاستسلام مش الحرب العالميه الثالثه في 2013. اكيد والله؟ لا تراجع على الاستسلام موجود. الحرب العالميه الثالثه في لا. 2013. يعني الحرب ماشي، بس انا بتكلم يعني حتى لو كان لا تراجع على الاستسلام موجود في اخر 10 سنين كنت برضو ممكن اختار بنك الحظ. لان انا بالنسبه لي هو الفيلم هو مش ضحك بس، هو المفروض الهدف الرئيسي من الفيلم ان هو يضحكك لو هو فيلم كوميدي. وساعات انت بتتغاضى عن اي حاجه بقى اللي هو مثلا في حاجه في الحبكه مش مظبوطه. احنا مش بندق على الافلام الكوميديه، مش بنقيمها بنفس تقييم الافلام. بس انا لما سالت انا حاولت ادور على اكتر فيلم بالنسبه لي فيه يعني حاله الكمال دي، اللي هو قصه حتى لو كانت تافهه مظبوطه محبوكه خلص بس فاهمني، وهكذا. فاهم قصدي؟ لكن مع احترام الحرب العالميه الثالثه هو متأدبت من فيلم تاني في الاول في الاخر. احنا مصرناه بالصياعه بس نايت ان ذا ميوزيوم. شاوت اوت قوي او تحيه وكده للي كتب يعني بنك الحظ حاجه اوريجينال قوي في وسط اللي بيحصل ده، في وسط الانهيار بتاع الثلاثه صناعه مش الكوميديا. ميجا ستار. ايه؟ والثلاثه مش ميجا ستار. والثلاثه لا يعني انت لو هتتكلم بقى في الاختيارات ايوه اصلا ده ما ده ريسك لوحده. ده كان أصلاً. حوار. هو ده ريسك الاختيارات ده كان لوحده. حوار ان انا اجيب تايسون اخليه يعمل فيلم كوميدي، ده في حد ذاته حوار. يعني ده في حد ذاته يعني حاجه ما تجيش في انت دماغك. بتتكلم انه فيلم كوميدي يعني فيلم كله كوميدي. ايوه، واخد تحديات واخد لا انه عمل هو ان عمل هو ان هو انا جايب ثلاثه، هم الثلاثه ما بيفرقوش بعض. يعني مثلا في ثلاثيه شيكو وهشام وفهمي كده كده في كيمياء هم نازلين بيها. يعني في كيمياء بس ايه، هو ممكن يقعد يرسم شويه حلوين قوي لكل واحد شخصيته قبل ما يتجمعوا. اما هو بنك الحظ بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثه دول اصحاب. يعني هو في اول 10 دقايق انت عرفت ان الثلاثه دول اصحاب، او يعني في بينهم صديق مشترك. بس مثلا اقول لك على حاجه، يعني فيلم مثلا بنك الحظ هو ليه انا بشوفه، يعني لو حد جاي قال لي ان هو من احسن 10 افلام اخر سنه، فيلم احسن فيلم اخر 10 سنين، ببقى شايف ان هو عادي يعني تمام. بس بشوف كان احمد مكي بيحكي في مره بيقول ان هو درس ما انا اقول لك على حاجه برضو في الكوميديا يعني لما سمعتها بدات اخد بالي منها، ان احمد مكي لما كان بيتكلم قبل كده في مره مع منى الشاذلي بتساله على الكوميديا، فقال لها الكوميديا احنا كنا بندرس يعني ان الكوميديا حاجتين، اركزه لا جمال اراجوز يعني، بس دي حاجه ما بتقللش من الشخص، والموقف كوميديا الموقف، ان الموقف نفسه كوميدي. الليمبي وبنك الحظ عشان بس الناس تبقى متابعه معايا. الليمبي اللي هو شخصيه كاركتر غريب واقف يعمل حركات ولا بس لا مش قصده كده، قصده اركزه اللي هو الافيه. أيوة. انا دلوقتي انا قلت لك افيه، لو جيت بعد 10 سنين قلت لك انت مش هتضحك. بس لو قلت لك الافيه ده الموقف بقى اللي هو وسط موقف تمام انت هتضحك. الوحيد اللي انا شفته الوحيد اللي عارف يعمل الموضوع ده وينجح والحوار يبقى افلامه عايشه كان عادل امام. اما اي حد تاني بيعمل كوميديا الاركزه اللي هو بيقول الافيهات، انا فيلم كله معتمد ان انا ايه زي احمد عز يعني. احمد عز انت اشوف له الفيلم اللي هو لو قصده يبقى لايت او يضحك هتضحك فيه المره الاولى مثلا، ممكن ايه المره الثانيه، بس الثالثه والرابعه هتشوفه وانت عامل كده بس خلاص. اما لما يكون في الموقف نفسه، يعني انا لما اجي اقول لك انا عامل يعني ايه مثلا عايز اجيبها لك زي بنك الحظ اللي الدالي بيقول عليه، ان ثلاثه ما بيفهموش حاجه رايحين يعملوا قنبله تمام، او رايحين يشتروا سلاح هم الثلاثه ما بيفهموش في حاجه، ده لوحده كوميديا اصلا. يعني هو ده كده موقف من غير ما اقول لك ايه اللي حصل جواه، ده كموقف كده تخيله في دماغك انت ضحكت او قلت ده ممكن يطلع منه كوميديا. رجوعا لان الاخراج لدور الاخراج في الافلام الكوميدي يا جماعه، الناس برضو ممكن ما تاخدش بالها ان المخرج بيضحك. يعني المخرج لو ده الاخراج الكوميدي بيضحك، ان نقله الكاميرا في الوقت ده ممكن تضحكك، القطع او النقل من مشهد لمشهد في وقت معين بيضحكك. بتيجي انت بقى تتفرج على كله عنصر في طبعا يعني عشان كده انا بتكلم
ان بنك الحظ، لا بنك الحظ يعني في حته تانية، لانه نجح على مقاييس حاجات كتير افلام تانية هتقع فيها. هتنجح في حته الضحك، في الافيهات، في الموقف، لكن ازاي تخرج الموقف ده اخراج، ومش اي مخرج كوميدي يضحكك. يعني انا بالنسبه لي مثلا الجندي في حته، وبقيت مخرجين هو اصلا اللي وبقيت مخرجين بيخرجوا الكوميديا اصلا، في ما حته انت ما دي تانية. مشكله ممكن. برضو، اللي بيخرجوا كوميدي مش كتير. وبيعملوا كتير مثلا او بيعمل حاجه التوني بتعمل، هو والجندي والناس التوني دي مش كتير والجندي فعلا. وخالد الحلفاوي اللي هو ابن الحلفاوي اصلا المعروف يعني، تمام. هم دول الثلاثه، وخالد الحلفاوي ده لسه جاي جديد، هو اللي عامل تسليم اهالي وعامل الوصيه لسه ومكتوب علينا او مكتوب عليا، فهو لسه داخل الدنيا جديد شويه. بس زمان هو الفيلم كوميدي لو انت ابتسمت هيبقى بتاع احمد الجندي ومعتز التوني، مش هيبقى بتاع حد ثالث، فدي لوحدها طب مصيبه ممكن اخدكم من الجزئيه دي لجزئيه ان احنا بنتكلم عن تراجع الافلام من خلال الكوميديا في السينما المصريه هي دايما احسن عينه ممكن تاخدها، لانه هتبقى اكبر عينه. دايما السينما المصريه كان افلام كوميديه حلوه. فلو هنتكلم بقى عن تراجع الافلام من خلال الكوميديا، انتوا بتتكلموا عن ايه احسن فيلم في اخر 10 سنين؟ اوكي، انتوا اصلا بتتكلم يعني لما قلنا بنك الحظ ما حدش فينا عرف يقول لك لا ثانيه واحده في فيلم كذا في اخر 10 مثلا فللدرجه دي في صحراء حواليه. لا هو في افلام لا بس هو في افلام كتير، بس برضو ثانيه واحده عشان الدنيا ماشي. بس يعني هو في افلام كتير تمام، يعني في وقفة رجالة، في الحرب العالمية الثالثة، اي فيلم لشيكو وهشام عملوه انا بشوفه لذيذ يعني. حملة فريزر بيموتني من الضحك. بس وفي فيلم اسمه ايه عمله لوحده، تسليم اهالي. لا مش تسليم اهالي لذيذ، بس انا بتكلم على اسمه ايه التاني. فهمي كان عامل كلب بلدي كويسين. كلب بلدي انا الصراحه مش قوي، بس كويسين. انا بيك فان في افلام بس مش كتير. يعني احنا قاعدين، انا قاعد بفكر وبعصر دماغي، جبت 5 مثلا فاهمني؟ فانت معاك حق. ايوه انا بس كان عندي تحليل بسيط لفكره ليه الافلام الكوميديه بقت بتروح كده في حته وحشه خالص. يعني انا بشوف انه دلوقتي برضو من الانطلاقا من اللي كنا بنتكلم عنه، انه بقى في توجه ل كان بمناسبه ان انتوا ذكرتوا برضو شيكو وهشام وماجد، هم كانوا بيتكلموا دايما عن سمير غانم وقد ايه هو مثلهم الاعلى، وانه سمير غانم كانت بيحبوا فيه قوي فكره انه ما بيحاولش يحشر رساله في الفيلم الكوميدي في الاخر. يعني ما بيعملش الحته اللي محمد هنيدي بيعملها، انه لازم في الاخر يجيب لك انه الشخص الوحش اللي لا ما اعتقدش ان ده كان قصدهم. لا ما كانش ده قصدهم بتهيالي. هو كان قصدهم ان هو بشكل عام مش افلامه لا هو ده ما كانش قصدهم اكتر من الكوميديا، بس ده حقيقي. لا ان انا اجي في الاخر اقول لك وهكذا حصل كذا واقعد اشرح لك، مش ده اللي قصدهم عليه، مش دي الرساله اللي هم بيتكلموا عنها. لا هو كان بيتكلموا ان هو ما كانش بيحمل الفيلم الكوميدي بتاعه اكتر من فكره ان هو كوميديا. لكن مش هتمشي طول الفيلم تدور على رساله. زي ايه مثلا؟ هفهمك زي ايه. فيلم الكيف ماشي. فيلم كوميدي ولا لا؟ ضحكت عليه ولا لا؟ مفيش نقاش. فيلم كوميدي ضحكت عليه، الفيلم كله رساله. مش قصدهم انا هاجي في الاخر واقول لك رساله، فانا كده فيلم فيه رساله. لا في هنا كان في رساله. انا مش بضحكك بس، والله العظيم انا مش شحات، انا مش فيلم كوميدي، لا انا في معنى اكبر من كده. بيتكسفوا من فكره انه انا بضحكك عادي. ايه المشكله؟ انا مش مكسوف، انا بضحكك. لا انا لازم احط حاجه اتقل من كده في الفيلم، لازم ابقى بعمل رساله، لازم ابقى بعلم الشباب الصغير. ماشي، بس في ناس هو دماغه كده، هو شايف ان هو دي الرساله اللي انا ممكن اقدمها، اللي انا اضحكك بس في نفس الوقت ما طلعكش ضحكت ومشيت. طب خلوني اعرض لكم النقطه بشكل كامل وما نستعجلش في الحكم عليها وبعدين نقولوا رايكم. انا شايف انه في اتجاه دلوقتي انه ممكن تعمل كوميديا من غير ما تبقى بتعمل اي حاجه غير انك بتضحك الشخص اللي قدامك. الضحك مش رساله، تمام؟ لو انت قمت دلوقتي وانت بتقوم اتكعبلت في الترابيزه ووقعت، انا هضحك. هل انت كده وصلت لي حاجه؟ ما وصلتليش حاجه. ولو انت قلت لي نكته فلسفيه جدا وعميقه جدا ولمستني على مستوى انساني، انا هضحك برضو، بس انت كده وصلت لي رساله. في فرق ما بين انا بضحك ليه، يعني في فرق ما بين ان انت تشوف حد بيتضرب بالقلم فتضحك، وما بين ان انت حد يبني نكته بمجهود كبير جدا ويحط فيها تفاصيل كتيره جدا فتضحك عليه. ده انا شايفه ما عادش بيحصل. ما عادتش الناس بتبذل مجهود في صناعه النكته.
وده اللي كنت بتكلم عنه في الاول، انه تحول الفيلم الكوميدي لمجموعه من السكتشات، بعد كل سكتش بتقطع ما عادش بيخليك تقول نكته على مستوى الفيلم كله. ده كانت حاجه موجوده زمان لدرجه انه في نكت بتتقال في سلاسل افلام، يعني السلاسل مثلا بتاعه اسماعيل ياسين كان في تيمه ممكن تكون موجود في 4-5 افلام بيقول النكته، بيعمل السيت اب بتاعه النكته في اول فيلم ويفضل يبنيها لحد ما يقولها في اخر فيلم. ده دايما البنى بتاع النكته على مدى طويل من الزمن. ده اللي كنت بقوله، ان تدريب الجمهور الكوميديا على الصبر على المعنى، ان انا مش لازم اقول لك دلوقتي المشهد ده ليه، بس انا ببني نكته في الاخر عشان البانش لاين هقوله في اخر الفيلم. ده مفيد، ده نوع من الكوميديا ما عادش موجود، ان انت تبني النكته. في مثلا مشهد انا اول حاجه جت في دماغي وانا بتكلم عن فكره بنى النكته دي، محمد هنيدي لما عمل المشهد بتاع اسمه ايه الفيلم، فول الصين العظيم، اللي هو المشهد بتاع يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم. بعد كده محمد هنيدي في 2018 باين عمل مسلسل ارض النفاق، وجاب نفس الراجل اللي كان عامل دور ابو موتى وقال له انت مين يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم، وقام واخده بالحضن. النكته دي بتضحك ليه؟ عشان الراجل قاعد يقول في النكته دي 18 سنه. ماشي، بس تمام. انت عمال فأنت انت ليك اتكلمت تاريخ. وقت كبير في ان انت تشرح لنا النقطه دي وهي واصله، وده جزء برضو ما حدش انكره، ما احنا معاك في كل اللي انت بتقوله ده. يعني انا معاك في ماشي، ممكن فكره. يكون في حد تاني مش معايا، ما احنا اتفقنا ان احنا بنفتح انا لا لا انا الكلام. فاهمك، بس انا بقول لك ان هي لا هي وصلت. هو كده كده احنا متفقين ان المجهود قل، ان المبذول من الناس اللي بتكتب كوميديا قل، ومش كوميديا بس، تقريبا في كل الحاجات، وده بالظبط. بسبب حاجات كتير احنا وانه بس اتكلمنا مش عليها. فكره المجهود قل، ممكن تكون انت بتبذل مجهود بس في الحاجات الغلط. في الحاجات انت الغلط، بتبذل ومش مجهود بتقدر في الحاجه. المنصه اللي انت بتعرض عليها الفن بتاعك اللي هي بالظبط. السينما. احنا مش بنتكلم بالظبط. عن فيديوهات قصيره تيك توك، ولا بنتكلم عن بوستات. تمام. بالظبط، انت بتبذل مجهود في الحاجه اللي هتجيب لك رياكت سريع كده، ما بتبذلش مجهود في الحاجه اللي مش هتتشاف بشكل مباشر. انت عايز حاجه تحطها على تقصها وتعملها. كنت لسه اصلا بشوف قريب انه انا شفت تريلر لفيلم مثلا، بدخل الفيلم بلاقي الافيهات بتاعه الفيلم هي الافيهات بتاعه التريلر بس متوزعه على ساعه ونص. فانت في الاخر بقيت بتنتج مجموعه افيهات عشان تعملها تحطها على السوشيال ميديا، ما بقتش بتنتج ماشي. فيلم كوميدي بس فيه حاجه اعمق من انك بس طب شيكو انا بس وهشام لحد انا عايز الفت دلوقتي نظركم الاول بيعرفوا يعملوا الموضوع. اول حاجه دلوقتي. احنا ساعه و11 دقيقه على ساعه الاستاد، مش عارف بقى اصلا لان انا ممكن اكون بادئ بدري شويه. فاحنا هنحاول ان احنا نلم الدنيا في اللي جاي. انا عندي نقطه اخيره بس. ماشي. عندي نقطه اخيره. ماشي. انا حاسس ان انت صاحب الكوره، مش عارف ليه. ما والله انتوا كلمتوا كتير يا جماعه، بس لو عايزين تاخدوا انتوا الحته دي مفيش مشاكل. يا اسطى اتكلم. قول. بس انا كنت كاتب ورقتين 3 كده، فعايز اقول اخر نقطه فيه. دلوقتي في الكوميديا الحاليه في قواعد للكوميديا بيتم تجاهلها، والقواعد دي واحد زي غير متخصص عارف ببساطه ان هو يشوفها. ومنها القاعده بتاعت انه انت محتاج في اي مشهد كوميدي في حد بيعمل حاجه غريبه وفي حد بيعمل رد فعل على الحاجه الغريبه دي. اي فيلم كوميدي في الفتره اللي كانت الكوميديا فيها ناجحه اللي هي قبل 2010 كان غالبا بيبقى فيه حسن حسني، لطفي لبيب، عزت ابو عوف. الراجل ده جاي يعمل ايه؟ جاي عشان هو احسن واحد بيعرف يرياكت على الممثل الكوميدي وهو بيعمل حاجه عبيطه. حسن حسني كان احمد حلمي بيتهبل بيرياكت عليه، محمد سعد بيتهبل بيرياكت عليه. تمام. في قاعده كده في الكوميديا ان انت دايما محتاج المفارقه دي، انت محتاج الراجل اللي جوه المشهد الطبيعي المستغرب من اللي بيحصل، المستغرب من اللي بيحصل عشان تعرف انت المفروض تحس بايه. ده بيمثلك انت في جوه المشهد. تمام. لو انت عملت فيلم شخصياته كلها عبيطه انت بقيت في سبيس تون، انت كده بقيت بتحلم بقى. الفيلم اصلا خرج من الواقع، هو كلهم عبط في بعض، فانت ما بقتش عارف تحس بحاجه ناحيه المشهد. ودي حاجه بتخلينا اشوف مثلا، وبس ده موضوع لحاجه تانية، يعني انه محمد امام مش ممثل كوميدي كويس، لانه محمد امام لما حد بيتهبل قدامه بيرد عليه بهبل، ما بيعرفش يبقى المرايه دي. ف الفكره بتاعت المرايه دي مهمه جدا، والناس اللي بتصنع الكوميديا حاليا بقت بتتجاهل قواعد بسيطه جدا زي حاجات زي دي. انا يعني في جمله فاكرها شفتها قريب، انه
خليك فاكر دايما ان انت لو كنت موجود قبل ما الناس تخترع العجله ما كنتش انت اللي هتخترعها. فانت دلوقتي كمجتمع صناعه افلام في الوقت الحالي، افلام كوميديه تحديدا، ما عندكش القدر من الثقافه والقدر من القدره انك تعمل الكوميديا من الاول. فببساطه خالص حلل الناس اللي نجحت في الكوميديا قبل، خلي حد ياخد بايدك لحد نص الطريق، حلل الناجح كوميديا قبل كده هنا في مصر او الناجح في حته تانية وصل لده ازاي، وخلي حد ياخد بايدك لنص الطريق، واعرف القواعد الاساسيه لانك بتصنع فيلم كوميدي. لان انا بشوف ان ده ببساطه ما عادش موجود. انت دلوقتي غالبا الافلام الكوميديه دايما فيها كل الشخصيات هبله، دي حاجه بسيطه جدا يعني انا بس عرفت اركز عليه. لو نلاحظ في مسلسل الكبير، بس انا مش عايز اخش في حلقات تانية، الشخصيه الكبير عمرها ما بتقول حاجه هبله وجنبها حزلقوم. لو حزلقوم اهبل في المشهد فالكبير لازم يكون عاقل، لازم يكون شخص عاقل تمام. الكبير بيتهبل مع ناس تانية. في فيلم الناظر صلاح لما بيقول حاجة عبيطة ما بيبقاش جنبه الليمبي أو عاطف، لأنه الاتنين دول هبل. بيبقى جنبه هشام سليم، بيبقى جنبه بسمة، بيبقى جنبه حسن حسني تاني. فلازم الفكرة بتاعت يا جماعة ندرس بس نشوف العلم ورا الحاجات. الموضوع مش كله ان انا بجيب حد دمه خفيف وبيقول السكتش اللي مكتوب او بيقول الافيه اللي مكتوب. بس يمكن دي اخر نقطه كنت عايز اقولها، يعني فكره انه انت في نقط بسيطه جدا مش عارف تكون مش عارف تخليها موجوده في الكوميديا الحاليه. بس ماشي، كملوا انتوا. انا ستيل برضو شايف ان شيكو وهشام الاثنين الوحيدين لحد دلوقتي اللي عارفين يعملوا اللي هو بيقول عليه ده حقيقي. لا هو كده أنا كده انا بشوف شايف ان في ناس، عارفه تعمل اللي انا بقول عليه جدا. ماشي. انا شايف ان في، يعني بص السؤال كان انا ليه مش حاسس ان في، بس انت مثلا قبل ما نتفرج على الحلقه دي وكنا بنتكلم في الافلام اللي في اخر 10 سنين، رشحت لي الفيلم بتاع كدبة كل يوم، عجبني جدا. بس السؤال انا ليه مش حاسس ان في افلام؟ في افلام اكيد، هو زي ما بس أنا الدالي ليه قال مش حاسس؟ علشان لانه مسافات الاغلبيه متباعدة. بس انا شايف بالظبط. اصلا ان الأغلبية هو بقت يعني شيكو وهشام مثلا، يعني انا بشوف ان دول اكتر اتنين لحد دلوقتي قادرين يحافظوا ان انت بتخش الفيلم مش هتطلع تقول انا مت على نفسي من الضحك. يعني مش في كل الاوقات هتقول انا مت على نفسي من الضحك لان الحوار اراء في الاخر، بس مش هتقول لا يا ريتني ما دخلته. محافظين على الحد الادنى يعني. هو مش بيحترم الجمهور، هو مش هيوصلك لدرجه ان انت تقول انا يا ريتني. يعني هو هيفضل شغال معاك، مش هتقول انا ضحكت قوي بس مش هتقول يا ريتني. في افلام تانية المفروض مصنفه كوميديه بتخش تقول يا ريتني او انا ازاي يعني ده المفروض كوميدي. لا هو قادر يخليك ان كل مره الاتنين بيطلعوا بكاركتر مختلف نسبيا، كل واحد عارف يضحكك في الطريقه اللي هو بيعرف يضحكك بيها. بيعمل النظريه اللي انت بتقول عليها ان هو لو ده عبيط التاني ما بيبقاش عبيط زيه، والعكس. لازم كل واحد فيهم بالظبط. بيكون عكس التاني او مع الناس اللي عكس التاني. بيجيب كل مره، يعني هو مثلا جاب نسرين امين ضحكتك. انا قبل الفيلم ده كنت فاكر نسرين امين لذيذه عادي يعني، لا بعد الفيلم ده عرفت ان انا دمها خفيف وقدر يضحكك. يعني صح. هو جابها مشهدها هي مع شيكو، الاثنين في عالم موازي اصلا، كل واحد فيهم بيتكلم في موضوع مريب وغريب بس انت قادر تضحك يعني. والاثنين ما بيدوش رياكتات على بعض، هي قاعده بتقول له بصل جبته منين وازاي ده بدور عليه من الصبح ومش عارف ايه، وهو قاعد كانه مش عارف هي بتقول له ايه اصلا، فاهم؟ انا عايز اقول لك انت لو كنت سالتني السؤال بتاع اكتر مشهد كوميدي ضحكك في اخر 10 سنين مش اكتر فيلم، كنت اقول ده. ايوه هو قادر. يعني يعني هشام ماجد بيطلع عبيط او بيطلع بيقول بحاجات غريبه لما بيبقى جنبه بيومي فؤاد، بس طول ما هو بالزبط. جنبه شيكو لا هو العاقل وشيكو العبيط. هو العاقل اللي احنا بنتكلم فيه ده اصلا في اساس في اساس هو ما انا بتكلم في كده، هم الوحيدين اللي الحرفه قادرين. بتاعت كتابه الكوميديا. ما انا فاهم ده مش ماشي. ما هو ده ياخدنا لايه؟ ده ياخدنا لان الناس الحرفيه بتاعت الكتابه دي ما عادتش موجوده، واللي موجود ناس قليله والباقي بيحاول يجتهد من غير ما يدرس او حتى زي ما انت قلت يذاكر، يتفرج على اللي فات فياخد منه اي حاجه، فاهم؟ اللي هو غش يا سيدي. اقول لك على حاجه، مثال بسيط وكذا حد اتكلم عليه. عبي ناس مفروض بتضحك واعمل بيهم مسلسل، اعمل بيهم فيلم وخلاص. ما انا فاهمك كويس، بس انا هقول لك مثال بسيط. السينما السعوديه لسه بادئه يمكن من بقالها سنتين او حاجه، السينمات بدات تفتح هناك وبداوا هم ينتجوا بقى افلام، مش افلام تلفزيونيه لا او افلام مستقله من ورا الدوله، لا افلام سعوديه. فهم استعانوا في اخر كذا فيلم ليهم بكتاب مصريين. يعني في اسمه ايه اللي هو كان عامل زبده في الوصيه ده، كان اسمه ايه؟
لاعب الكوره ايمن وطار. ايمن وطار كتب تقريبا فيلمين هناك، والفيلمين مكسرين الدنيا، وفي واحد فيهم اصلا تقريبا مش عارف هو ده ولا لا بيتعرض في مصر، فيلم سعودي بيتعرض في مصر. فطبعا احنا يعني بغض النظر عن المفارقه والمأساة بتاعت ان الناس حوالينا كلها بتتطور واحنا بنرجع، وعلى فكره بقوا بيعملوا افلام حلوه جدا. يمكن في الاول التجربه، اي تجربه في الاول ما بتبقاش لسه ناضجه كفايه، بس هم وصلوا، يعني هم وصلوا وفي سنتين للي احنا بقالنا 10 او الجيل الحالي ده مثلا لو قلنا ان هو بقاله 20 سنه، الجيل الاخير اللي عايش بينتج افلام دلوقتي ده 20 سنه، هم وصلوا اللي هم عملوه، يعني قربوا الجاب قوي في سنتين. تمام. فالناس ما اخترعتش الذره، احنا ما لسه على قدنا في الكتابه. هات يا عم الراجل ده تمام يكتب لنا، الراجل كتب، عملوا فيلم حلو تمام شغال. ايه الصعب في كده؟ يعني هو ايه الصعب في ان احنا حتى نتفرج على القديم، ناخد منه درس، ايوه هي نتعلم الكتابه ازاي، هي الافكار. هي الناس دي كانت والقديم بتضحك عندك في ايه؟ برضه، القديم عندك برضه، القديم بتاعك انت مش القديم بتاع حد ايوه تاني. يا عم ده القديم ده احنا لو بنتكلم على القديم اللي في اول الالفيه مش هنروح بعيد، موجود وبيضحك ماشي، ولسه فريش وبيضحك عادي، ولسه الافيهات بتاعته بتتقال وبتضحك وتتفرج عليه وبتضحك وعايش. بس يعني دي برضو حاجه انا كنت عايز الفت النظر ليها، لان فعلا الموضوع بقى مأساة بالذات في فكره الناس. يعني مثلا في مثال تاني، مسلسل بالطو ناجح ومكسر الدنيا في كل الحاجات اللي احنا قلنا ان هي ممكن تبقى وحشه. المؤلف بتاعه كان عامل بوستات على الفيسبوك، في دار نشر قالت له تعالى هات البوستات دي زي ما هي حطها في كتاب. بعد كده في واحد عرض عليه قال له طب ما تيجي نعمله مسلسل. طب ما تيجي نعمله مسلسل. طب هل بقى الراجل فانت الريد فلاجز كلها اهي موجوده، بس الفرق كان في ايه؟ الفرق ان الراجل قعد 3 سنين يدرس ازاي يكتب سيناريو بس. فهو يعني المعضله والحل، الداء والدواء في نفس المثال. في كل الريد فلاجز بس نجح ليه؟ عشان الراجل اجتهد، دور، ساعه، بص، اتفرج. ايوه الحوار ده اصلا في كل حاجه برضه. الموضوع بسيط، الموضوع بسيط. هو قال لك انا الموضوع بالنسبه لي كان كبير وصعب وكنت خايف. هو الخوف ده ما عادش موجود، ان انت تخاف ان انت تفشل فتنجح، ما عادش موجود. بس هي الكوره كده، ما اللعيب بيعتزل من هنا بيروحوا معينينه مدير فني من ما هي دي نفس الفكره. لا دي حلقات، ما تخليناش نخش الحلقات. لا مش قصدي على حلقات، اصل بص نفس الفكره. بص انا مشكلتي في البلد دي في حاجه، ان انت هتقول ايه، ما اصل مش الكوره بس اللي كده، البلد كلها اللي كده. هي دي حقيقه يعني مش هنعرف ننكرها، بس احنا كده هنروح في ايه، في داهيه. خلينا نتكلم بالهادي ونتكلم في السينما اللي هو موضوع الحلقه، عشان احنا لو خرجنا هنوصل للنتيجه المأساويه اللي بتقفل البرامج قبل ما تبدا يعني. بس هو برضه يعني احنا قال حاجه انت اللي قلت. لا بس هي ماشي تمام، هو ما قالش حاجه بس هو كان هي فكره. ايوه بس هي فكره ان انت تقول ما هو مش بس دي اللي فاشله، دي في حاجه تانية فاشله، فانت لا انا مش قصدي فاشله، انا بتكلم ان هي بيعملوا نفس ده كده اللي انت بتقول عليه بالظبط. هو بيدي لك نفس المثال، واحد كان بيلعب كوره موازيه تمام ومستوى متوسط، تعالى يا باشا امسك قطاع ناشئين. وهل ده مش فساد بتاعك لوحده؟ وهل ده مش فساد؟ مش انا بتكلم هو نفس وهل بقى الفساد ده مش موجود في الكوره والسينما بس؟ يا لهوي يا لهوي، ده انت ما بتقولش كده على القهوه، بتكلم بقى ان هو نفس كده، ان هو واحد بيعمل سكتشات او واحد مثلا لمجرد انه عمل فيديو وضحك، هات يا باشا يمثل. طب يا عم اعمل له كاستنج، يعني اتعب شويه، لا هو خد من وقتك ساعتين واعمل كاستنج للراجل ده، يشوفه اصلا هو كويس ولا لا، مش اللي هو خلاص يا باشا انت هتيجي تمثل انت بقى طلعت ميس كاستنج بقى، طلعت لا طلعت صح حلو وحش جميل، انت يمين شمال الدور خلاص بتاعك خده. يا جماعه ان ده جون ويك يا جماعه اللي هو قلب الدنيا في الاكشن، عملوا له كاستنج يا عم، مع انه راحوا جابوا واحد ولا جسمه جامد ولا صغير في السن ولا اي حاجه، وراحوا عملوا له كاستنج عشان يجي يعمل جون ويك 3 أجزاء عشان يعمل فيلم اكشن. جاب واحد اصلا مش جسم واحد بتاع اكشن لمجرد ان هو لايق على كل حاجه احنا عايزين الشخص ده. في مصر احنا خلاص الحوار ده بطل. في المسلسل ده الفيلم يمكن ده بقى معمول علشان ده، الفيلم ده معمول علشان ده، لو ده ما عملوش احنا هنقعد شويه بقى نعطل. هي ساعات بتبقى ماشي تمام، هي وجهه نظر. ما هو لما كان مروان حامد واحمد مراد كانوا بيحكوا على فيلم الفيل الازرق، بيقول لك احنا اول ما خلصنا كتابه قلنا مع بعض هو كريم عبد العزيز اللي عامل لنا ده.
هو برضو عملها مع السقا في ابراهيم الابيض. قال لك ابراهيم الابيض، يعني هو فضل مستني ابراهيم الابيض 4 سنين، احمد السقا فضل مستنيه يخلص كل حاجه. في افلام تانية. انا مش عايزك تعمل اي حاجه لان هطول لك دقنك واحلق لك شعرك واطول لك شعرك واعمل لك كل حاجه يا باشا. الناس كلها قاعده مستنياك عشان ما حدش يعمل لي اللي انا عايزه ده. وكان الدليل اللي خلاني اخد بالي منها ان هو مش عايز يعمل كات كتير في الاكشن. فانا من الاخر ما حدش يعرف يعمل لي كل ده ان انا اخده وان شوت غيرك، فتعالى انقذني. وفعلا ما خليش يعمله. والمشاهد القريبه اللي هي المشاهد فيا باشا انا قاعد مستنيك تعالى لي. فهو الفكره تمام، هي دي ساعات بتنجح وساعات ما بتبقاش هي دي الصح، او انا بشوفها ان ممكن في البطل الرئيسي. لا هي ما بتبقاش الصح. ليه هي ما بتبقاش الصح؟ امتى؟ لما بكون انا عندي شركه انتاج ماضي مع الباهي 3 عقود افلام، يعني فهم لازم هيخلصوا. فطبيعي ان اي سيناريو هيجي لي لو هو مش البطل انا هفهم هخليه البطل عافيه. بس على فكره برضو المخرجين حتى التقال بقوش كويسين زي الاول. يعني شريف عرفة ده انا كان بالنسبه لي الفيلم مكتوب عليه شريف عرفة، يعني هو فيلم حلو. بعد كده عمل ايه؟ ده هو اللي عامل كل افلام محمد هنيدي اللي هو انا كنت لسه هقول لك فيلم محمد هنيدي يا نهار اسود، كنز 1 و2 قدر يجمع كل دول مع بعض. ورغم كده عمل فيلم وانت بتشوفه كل شويه تبص على الساعه هو هيخلص امتى. يعني من 30 سنه بتاعه صح؟ مش فاكر، بس من 30 سنه بالنسبه لي كان هو فكره، يعني فيلم مره واحده انا هشوفه مره واحده هيعجبني، بس بعد كده لو جيت قابلني مش هشوفه. يعني شريف عرفة ده استاذ فاهم. ايوه ما انا بقول لك ده اللي مضايقني، هو ده اللي مضايقني اصلا. أيوة هو المفروض انا كنت بشوفه شريف عرفة خلاص الفيلم ده انا بقيت حلو. فتخيل لما الاستاذ يحصل له كده. ايوه هي دي الفكره. يعني رحت اخد هنيدي وعملت له فيلم اخراج وتاليف، والفيلم وقع اخراجيا وتاليفيا. طب انا ليه بعمل كده يعني؟ طب يا جماعه ما يمكن ده بسبب اللي بنتكلم فيه برضه، انه في عنصر هو اللي فوقع كل. يعني شريف عرفة ومحمد هنيدي دي في سنه 2004 لو عملوا فيلم هيدغدغ الدنيا. دلوقتي بيعملوا فيلم مش عارفين لانه ما فيش كتابه. ماشي بس هو اللي بيألف. ما هو في الاول في الاخر اصل هو من امتى كل الافلام اللي جامده بتاعته مش هو اللي مؤلفها، هو الافلام اللي وقعت اللي هو مؤلفها بس. وبالنسبه لي تقريبا الوحيد اللي هو مش مؤلفه ووقع يعني جماهيريا على الاقل وده الاكيد الكنز 1 و2. يعني مثلا لما شفت شريف عرفة عامل الكنز وشفت فيه محمد رمضان قلت اخيرا هشوف محمد رمضان مش محمد رمضان. دخلت لقيته هو محمد رمضان عادي بيتكلم، وهو لما كانوا جايبينه هو الاب. محمد رمضان فكره ولا فكره لا جايبينه هو الاب بيتكلم زي محمد رمضان اللي في المسلسلات، بس هو واقف ما بيتحركش كتير، بس هو بيقول حكم نفس الكلام وبيرد بحكمه. لا بيقول حكم وبيعود بقه نفس كل حاجه 2000 في سنه ما قبل 17 بي سي فاهم. فهي دي الفكره. انت حتى شريف عارفه انت نفسك مش قادر تاخد محمد رمضان تاخده مش قادر انت. محمد رمضان لو رجوعا للي كنا بنتكلم عليه من شويه، محمد رمضان لا بيروح للدور ولا الدور بيجي له ولا احنا زي الفل. محمد رمضان لو جيت تاخده هياخدك معروفه. يعني هيرقصك كده. لما جه عمل شد اجزاء، انا شايف شد اجزاء ده في السينما. فلما جه عمل هو كان عايز يقول انا ظابط، راح حالق شعره ولابس بلوفر وتحتيه قميص، انا بقيت احمد السقا في المصلحه تمام عشان انا ظابط يا جدعان وبتاع. وبعدين اول ما بقى خلاص بقى مراته ماتت وكده فهو راح ينتقم لها، انا رجعت محمد رمضان. بس انا يعني بس عشان برضو ايه نلم ورقنا ونقوم من على القهوه دي نشوف قهوه تانية نقعد عليها. تمام فعلا عشان طولنا عليهم قوي. يعني احنا طولنا؟ لا بس عادي يا عم، الناس بتتبسط بالحاجات الطويله دي، بس احنا طولنا قوي يعني مش طولنا عادي. طولنا ازاي؟ ايوه ما انا زعلان. من ايه؟ زعلان ما اثرناش الجدل. ليه؟ ما احنا ما اثرناهوش بس برضه اثرنا الجدل جدا. لا انا كنت عايز فاهم، كنت مستنيكوا تقولوا طب ما هو دي بقى حلها ان احنا نعمل شبه مقارنات. يعني هي مش هتيجي كده في الكلام لوحده، حلها في الحلقات اللي جايه. انا عارف، انا فاكر انت اللي انا قلت لك عليه ده، اللي مين اللي يبدا الاول بالقرعه ده هيثير الجدل. ده هيثير الجدل. تمام اصل احنا بس انا بنتكلم برضه والناس هتخش معانا في اثاره الجدل، فاستنونا ان شاء الله في حلقات قادمه من اثاره الجدل مثيره للجدل مفصله اكتر شويه. يعني هناخد كل حاجه لوحدها كده نتكلم عنها بدل ما النهارده بنتكلم عموما. يعني وفي حاجه برضو عايز اقولها، في حاجتين عايز اقولهم، بس انا فاكر منهم حاجه هقولها بقى وخلاص. احنا مش بنرغي كتير مع عمرو يعني. بيبقى نفسي ان انا اعمل معاه حاجات فاهم وارخم عليه وكده، بس عشان الراجل بيكلمنا من اسير الاذاعه من المانيا، فاحنا بنخاف نقطعه عشان اللاجئ اللي هو ما بين الكلمه والضحكه ده اللي انتوا شفتوه دلوقتي ما ياثرش على ادائه فاهم، ونسيبه ينطلق. ما برضاش ارخم عليكم اقسم بالله فاهم، عايز فاهم ارمي كده حاجه بس بقول ايه الراجل هيفصل مني.
هتتحل دي ان شاء الله. تتحلق تيجي. ماشي حلو خلاص والله. تمام. نطلب الحساب، واللي فتح ازازه الميه هحاسب. هو اللي يحاسب عليها. حاسب عليها. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه من بودكاست 30. عاش يا اولاد والله. بصوا بقى احنا مبدئيا قول. طب ارجع في النص. ارجع في النص. طب قول بس اول. يا لهوي قول. انت متعصب ليه؟ ايوه قول. احنا بنبقى خلاص تمام حاضر. هو مستعجل ليه؟ يا عم هو حاسس اللي هو طلعها صح كنت قفشتها بتاع تفصل